عليكم مستمعي بلانكو اف ام مره ثانيه، ولسه مكملين معاكم احتفالات بلانكو اف ام بلعيبه نادي الزمالك وبالحصول على الدوري اللي غايب من سنين. معاكم جيمي في بلانكو اف ام. بقالي كتير ما طلعتش هوا وبقالي كتير ما طلعتش قدام المايك، فيعني ايه وحشتوني جدا جدا جدا. والحمد لله طبعا انا بعد العوده بعد البعد ده كله بعد البعد ده كله اللي انا بقوله ده واضح ان انا نسيت الكلام مش عارف اقول ايه، بس فرحتي بالدوري الحمد لله طبعا مخليني ارجع قدام المايك مره ثانيه واحتفل مع رجاله نادي الزمالك. ومش هقول بقى لعيبه الزمالك، هقول مع رجاله نادي الزمالك ومع نجوم نادي الزمالك اللي يستحقوا طبعا ان هم يتكرموا احسن تكريم في الدنيا كلها، ان هم جابوا لنا الدوري بعد الفتره دي وبعد 11 سنه الحمد لله. طبعا يرجع تاني 100 عقبه. طبعا كان في بطولتين كاس في النص كده، ولكن الدوري مختلف تماما تماما تماما، والفرحه بتاعت الدوري مختلفه تماما عن اي بطوله ممكن ناخدها. النهارده او يوم احتفالنا بدا بكابتن ايمن طاهر، كان من ساعه تقريبا، وكان معانا كابتن كان طبعا بيستضيفه زميلتنا ندى الحسيني. واستكمالا للاحتفال النهارده بينورني في الاستوديو يعني اثنين من لعيبه الزمالك، يعني هقول ايه، الجوكر والمظلوم. مش عارف بقى المظلوم ولا لا، بس معايا في الاستوديو الجوكر حماده طلبه. كابتن حماده اهلا بيك في بلانكو اف ام ومبروك الدوري. الله يبارك فيك يا جيمي، وبقول لك كل سنه وانت طيب، وبشكر جمهور نادي الزمالك المحترم اللي تعب معنا، وبقول لك كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كابتن حماده. اكيد مبروك على الدوري مره ثانيه، وانت واضح ان انت اكتر واحد في الفرقه اتبهدلت، يمين تلعب شمال تلعب فوق تلعب اي حاجه تلعب شغال على طول. لا طبعا بقول الحمد لله طبعا، نادي احنا خدامين نادي الزمالك في اي مكان الحمد لله الواحد يقدر يدي فيه عشان خاطر نادي الزمالك. خدامين نادي الزمالك توصل للجمهور والله العظيم على طول. لا والله بتكلم والله من قلبي بجد، يعني بقول الحمد لله الواحد قدر اللي هو يأدي بشكل كويس حتى بره الملعب جوه الملعب. اهم حاجه الالتزام، وانا شايف اللي كل لعيبه نادي الزمالك السنه دي كانوا محطوطين في الموقف ده. اي لعيب كان بيبقى بره جوه موجود، كله كان بيأدي بشكل كويس، وبحمد ربنا طبعا ده فضل ربنا عليا الحمد لله ان اديت بشكل كويس. كل ده لسه هنتكلم عليه، هنتكلم يعني يمكن قبل الهوا اتكلمنا كتير قوي، واحنا قاعدين بره كده بره الهوا اتكلمنا عن حاجات كتير قوي من حق جمهور الزمالك ان هو يسمع ويعرف احنا اتكلمنا في ايه، ثانيات كتير واسرار كتير وكواليس حاجات كتير هنتكلم عليها. هروح ارحب بنجم الثاني كابتن محمد خليفه ناشئ نادي الزمالك الصاعد باذن الله، اللي ما شفناهوش كتير بس الحمد لله طبعا شفناه في ماتش امبارح، واجاد اجاده طيبه جدا في الدقائق اللي لعب فيها. كابتن محمد منورنا. اهلا وسهلا بك يا جيمي، وبعد الدوري ده جمهور نادي الزمالك وشهداء نادي الزمالك واليوسف محي الله يرحمه، اللي كان من اكتر الناس اللي كانوا فرحانين اذا كان موجود معانا. والعمر بص ما تتكسفش، انت واخد دوري يبقى تقعد كده ايه براحتك كده، او عارفك زي ما كنا قاعدين بره بالظبط يعني. لا بس يوسف محي يعني شخص عزيز كان عليا قوي، الله يرحمه. الله يرحمه. وكان مع بعض كنا مع بعض انت وشيكا واوباما ويوسف الله يرحمه. كان هيبقى مبسوط جدا والله يرحمه من يديله الدوري ده، ولاهله ناس يعني زملكاويه جدا. وتحياتي اليوم وعمرو حسين برضو، وعمرو حسين وال20 شهيد زملكاوي اكيد كلهم طبعا ربنا يرحمهم اكيد، واكيد لو كانوا معانا كانوا يعني هيحتفلوا اكتر من كده. مش عايزين ننسى كمان برضو محمود حمزه الزملكاوي الجميل اللي من 2007 تقريبا او 2008 تقريبا كان توفاه الله. بنهدي الدوري للزملكاويه برضو اللي راحوا الاستاذ الفنان الكبير سامي العدل، وكل كل 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 زملكاوي كان نفسه يشوف لعيبه نادي الزمالك بترفع درع الدوري، ربنا يرحمهم كلهم. التليفونات نازله والله العظيم، التليفونات نازله يعني اتصالات. والله يا جماعه هاخد التليفونات، بس سيبونا نتكلم شويه بس مع الكباتن، وهسيبكم تقولوا اللي انتوا عايزينه، وهسيبكم يعني حتى وانتوا عايزين تسمعوا اغاني معينه هشغل لكم اللي انتوا عايزينه والله وتسمعوه. بس نبدا الاول بقى ايه الكابتن حماده، ونبدا بقى باللعيبه اللي مشيت. هبدا بقى بسؤال الكابتن. عديت على 8 مدربين، 8 مدربين في 3 سنين. لسه مره حسن شحاته في سنه رابعه، حسن شحاته، فييرا، حلمي طولان، ميدو، حسام حسن، باتشيكو، محمد صلاح، فيريرا،
حكايتي مع الزمان بقى مع المدربين دول بقى. اكتر مدرب حاسس ان له فضل عليك، مش هقول لك بقى احسن مدرب انت اتدربت معاه، اكيد كل واحد ليه ميزه وليه عيب. واكيد كل واحد منهم استفاد ولو بقدر 1%. طبعا اللي ليه فضل عليا في المدربين هو طبعا السبب الاولاني الكابتن حسن شحاته. تمام. الكابتن حسن شحاته طبعا اتفرج عليا في ماتش المقصه، وطبعا كان عنده ظروف ورا خط الظهر كله، ما كان حاول يعني صلاح سليمان كان مصاب وفتح الله موقوف، ما كانش في حد يلعب يعني في افريقيا. طبعا كان الدوري الفتره الجايه كان موقوف يعني، وكان في افريقيا بس بيلعبوا افريقيا. طبعا الكابتن حسن شحاته كلمني وقال لي احنا محتاجينك معانا ومش عارف ايه، قلت له تحت امرك يا كابتن ومفيش مشاكل. وربنا كرمني ورحت واديت معاه بشكل كويس. كان اول ماتش ليا كان قمه، كان قدام النادي الاهلي، وكنت رايح قبلها بحوالي 5-6 ايام حاجه زي كده يعني. طبعا الحمد لله طبعا كان هي في رهبه في الاول كده طبعا، قمه اهلي والزمالك اول مره، وطبعا حاسس ان في مسؤوليه عليا جمهور نادي الزمالك، وطبعا الحمد لله اللي انا زملكاوي يعني، انا اصلا زملكاوي. وبقول يعني كنت شايف الماتش بصراحه بالنسبه لي انا صعب، بس اللي سهله عليا هو كابتن حسن شحاته بصراحه. يعني الواحد الحمد لله دخل معسكر واديت بشكل كويس في اليومين اللي قبل الماتش، وفوجئت بصراحه ان انا بادئ يعني، انا فوجئت ان انا بادئ، وربنا كرمني وبدات الماتش، والكابتن حسن شحاته لعبني مان تو مان على متعب، والحمد لله دي سهلت عليا المأموريه. طبعا يعني. انت عرفت مان تو مان متعب اكيد طبعا، قلت اكيد. طبعا انا شفت جالي تليفونات كتير وشفت في الجرايد رضا سيكا التاني ولا مش عارف مين تاني وحوارات كده قعدت اسمعها. طبعا نفضت كل الكلام دوت وقفلت موبايلي. اقوى لاعب في مصر الحمد لله. وطبعا الحمد لله اديت الماتش وبشكل كويس، وهي اللي بقول لك سهل عليا المأموريه اللي الكابتن حسن لعبني مان تو مان على متعب يعني، دي اللي ريحتني كتير يعني. الحمد لله ادي شكل ماتش بشكل كويس جدا. طبعا احنا طلعنا خسرانين 1-0 بس احنا كنا افضل في الماتش. تمام. ضيعنا حوالي 4 انفرادات مؤكدين بالظبط. النادي الاهلي الماتش ده ما كانش موجود في الماتش يعني. شوف يعني الماتش بتاعنا احنا كنا عاملين ازاي ماتش الدوري، هم كانوا كده بالظبط، بس هو نصيب برضه خسرنا 1-0. كعب العالي. خسرنا 1-0 وطلعنا. طبعا اتظلمت في الموضوع دوت ليه، كنت عامل ماتش جامد جدا. طبعا الخساره اثرت على ادائي. بس الحمد لله الناس اخذت عنك انطباع كويس، وكابتن حسن شكرني وكده. طبعا الكابتن حسن بعدها بفتره ماشي بعدها باسبوع، دي اثرت عليا انا يعني، ده اثرت عليا نفسيا. طبعا ما اعرفش مين اللي جاي وكده، بس الحمد لله بحمد ربنا الواحد ادى بشكل كويس، والجمهور اخذ عنه الانطباع الاولاني، وبحمد ربنا طبعا. عايز اسال محمد انت يعني بدات مع الزمالك ازاي، والمراحل العمريه اللي لعبت فيها، ومين الكوتش او مين المدربين اللي انت اتدربت معاهم؟ انا كنت بلعب في النادي الاهلي، في ناشئين النادي الاهلي. بعدين طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى كابتن احمد عبد المقصود جابني وانا 16 سنه نادي الزمالك من النادي الاهلي. انت زملكاوي اصلا؟ زملكاوي. كابتن احمد جابني نادي الزمالك مع الكابتن سامي الشيني. قعدت فتره في التمارين معاهم اختبارات وكده. بعدين الحمد لله ضموني للفريق لحد السنه اللي قبل فاتت. كان لاعب بيبسي ماتش في الدوري في حلم زمورة بالظبط كده، في حلم زمورة. كان في الكاس؟ لا ماتش في الناشئين. ماشي. 18 سنه. ما كنتش صعد؟ لا لسه. تمام. مع الكابتن احمد عبد المقصود والكابتن سامي الشيني. كان الكابتن حلمي والدكتور ممدوح محمد كانوا بيتفرجوا على الماتش، كانوا موجودين في الماتش ده بالظبط كده. اتفرجوا على الماتش، بعدين طلبوا تصعيدي انا ويوسف اوام برضو تاني، بس كان يوسف بيصعد على طول يعني، بتصعد على طول. صعدت معاه. يوسف اوباما كان بيتصعد على طول مع كابتن حسين. بالظبط كده. بعدين الكابتن حلمي طلب ان هو يطلعني، فطلعت على طول اتمرنت الحمد لله تمرينه. ثاني يوم الكابتن حلمي مشي. انتوا الاثنين جايين قضيت على كابتن حسن شحاته وقضيت على كابتن حلمي طلال. بس بعدين جه كابتن ميدو برضه، الكابتن ميدو خلاني متواجد معاه واتمرنا وكده، بس ما حصلش نصيب ان انا اخش اي مباراه. برضه كنت متواجد في كاس مصر، بس برضه ما حصلش نصيب ان انا العب. بعدين جه كابتن حسام حسن فنزلني تاني كابتن حسام، قال مش عايز نسيين بعد السوبر نشوف الموضوع ده. كابتن حسام اول موسم ده بالظبط كده. جه كابتن حسام مشي. جه كابتن باتشيكو. عماده واضح انك شايف. يعني انا كمل يا محمد. جه الحمد لله كابتن باتشيكو برضه طلعني تاني. وبعدين الكابتن محمد صلاح جه برضه دخلني معاه في ماتش نجوم المستقبل. دخلني كابتن محمد صلاح في ماتش نجوم المستقبل. بس بعدين جه البروف
البروف يعني. واحنا بنتكلم بره يا جماعه، يعني حماده ومحمد الاثنين يعني اول ما جت سيره فيريرا الاثنين حسوا مثلا لا يعني مش بس شكروا، مش بس قالوا لا انه مدرب عالمي، الاثنين قالوا مثلا تحس ان انت مثلا قالوا كده مثلا، الاثنين عملوا كده. قبل بس ما نكمل طب كلامنا عن بقيه المدربين والليله دي كلها، هاخد تليفونات. للاسف التليفونات عماله نازله ترن 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 ترن. اقول الو مساء الخير. مساء النور، مين معايا؟ معاك عادل من اسكندريه. ازيك يا عادل، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. اتفضل يا عادل بقى، معاك حماده طلبه ومعاك محمد خليفه، قول لهم بقى اللي انت عايز تقوله. كابتن حماده وكابتن محمد الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بجد فرحت جمهور الزمالك قد ايه بعد الغيبه الطويله دي. الحمد لله. كابتن حماده انت عملت موسم كبير جدا الموسم ده. الحمد لله. ان شاء الله الموسم الجاي يبقى احسن. الحمد لله. محمد خليفه احنا ما شفناش، بس الماتش اللي انت نزلته في ماتش وادي دجله يعني باين لعيب كبير ان شاء الله. ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. زي مستوى بتاع حسام غالي. تسلم، ربنا يخليك. ان شاء الله الجاي يبقى احسن ليك يعني. ربنا وما يخليك. تطلعش عاره يعني، احنا عايزينك السنه الجايه تفضل موجود. انت مواليد 95 وما عندناش حد في السن ده خالص هتعيد. خليك موجود بقى السنه الجايه ان شاء الله. تحت الزمالك في اي حاجه. حبيبي عدوله. شكرا جدا يا استاذ عادل، واتمنى ان انت تكمل بقيه الحلقه معانا، لسه في كلام كتير ومفاجآت كتير قوي معانا. ان شاء الله. الف مبروك. بشكرك جدا يا استاذ ربنا عادل، يخليك. بشكرك جدا. ارقامنا 010 9 3 6 3 8 7 8. الحمد لله ما نسيتش الرقم لسه. 010 9 3 6 3 8 7 8. وعلى صفحتنا على الفيسبوك الارقام نازله او التليفونات نازله فين. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا؟ كنت عايز اعمل مداخله. انت اصلا على الهوا على طول، بسرعه مين معايا؟ انا اسمي خالد جمال. ازيك يا خالد؟ اسلم على كابتن خليفه وكابتن حماده طلبه. الاثنين معاك اهو، بقول لهم اللي انت عايزه. خالد عامل ايه؟ الله يخليك. كابتن خليفه حبيبي يا خلود. انت فاكرني ولا ايه؟ طب فكروا. انا اللي على تدير التيشيرت عند فادي. عشان كده بدأت بخليفه. هو الكابتن حماد عنده مشكله في الموضوع. ازيك يا كابتن حماده؟ ازيك، ربنا يخليك. اوعى تمشي. لا انا اوعى تمشي. لا هيمشي يروح فين؟ لا بس والله مش عشان اعرف الكابتن خليفه، بس فعلا اول مره اشوفه وفعلا لمسته للكره عاليه قوي. حبيبي خلود. يا جماعه انتوا كده هتضيعوه، خلي بالك يعني. هو لعيب كويس بس انا مش عاوز الكلام ده يتقال له. لا انا في حته كده بوش رجله الخارجي لعبه في الماتش. يا ستار، هو معذبني من ساعه ما جيت في العربيه، هو معذبني بسبب كل شويه يقول لي بص انيستا، بص مش عارف ايه. بصراحه انا اتشليت في العربيه. حبيبي خلود، ربنا يخليك. ماشي يا رجاله. حبيبي. ان شاء الله بقى الدوري السنين الجايه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله البطولتين اللي جايين اهم حاجه يعني. اي اوامر. حبيبي ربنا يخليك. مع السلامه. تاني مين برضه هيتصل. يعني التليفونات كانت عماله بترن كتير من شويه. عايزين اللي حابب يقول لكابتن حماده حاجه ويكلم كابتن خليفه، كلمونا على 010 9 3 6 3 8 7 8 وصفحتنا على الفيسبوك بلان كوفي. معانا تليفون تاني. الو مساء الخير. مساء الخير. مين معايا؟ محمد معاك. محمد اتفضل، انت على الهوا على طول. معاك كابتن حماده طلبه وكابتن محمد خليفه. انا عاوز اقول لك كابتن حماده طلبه انت من ارجل اللعيبه اللي لعبت في الزمالك، والله العظيم جمهور الزمالك بيعشقك جدا جدا يا جوكر. ومحمد خليفه انت مستقبل الزمالك ومش هنستغنى عنك، وباذن الله راجع وانت اللي هتشيل الزمالك. وبشكرهم هم الاثنين عشان لعيبه رجاله، وبشكر كل لعيبه الزمالك. ربنا يخليك، اهم حاجه تفرحوا، اهم حاجه دي بالنسبه لنا والله. ربنا يخليه لينا، انتوا لعيبه رجاله جدا والله العظيم، من ارجل اللعيبه اللي جت في تاريخ الزمالك. عارفين عشق جمهور الزمالك ليكم، والناس حاطه عليكم مستقبل كبير، ودي البدايه. ويعني ان شاء الله باذن الله البطولات جايه. لا ان شاء الله باذن الله. وانا عاوز اقول لك حاجه كمان، الواحد انا فرحان ان جمهور نادي الزمالك رجع تاني. يعني انا الاحتفاليه بتاعت يوم الجمعه دي بصراحه لما شفت الجمهور انا فرحت. انا فرحان ان الجمهور رجع تاني وهيساند الفرقه ان شاء الله، وهنحقق لكم البطولتين اللي جايين باذن الله عشان نفرحكم. وعايز اقول لك حاجه يا كابتن، يعني ان شاء الله باذن الله مش البطولتين الجايين بس، احنا باذن الله حاطين امل بطولات جايه. لا ان شاء الله، ما دي بدايه يعني. ان شاء الله باذن الله ان دي تكون البدايه. وانتوا والله العظيم لعيبه رجاله، وجمهور الزمالك بيعشقكم. انتوا عارفين قيمه الكيان، وعارفين قيمه التيشيرت اللي انتوا لابسينه. والله العظيم انتوا يعني بعد ربنا انتوا سبب فرحتنا طبعا مع الاداره المحترمه واللعيبه كلها رجاله. صح، الواحد برضه يشكر الاداره بصراحه. محمد بشكرك جدا على تليفونك، وخليك متابع معانا لاخر الحلقه. ماشي. بشكرك جدا يا محمد.
الناس بعت على يعني كومنتس كتير على صفحتنا على الفيسبوك. عايز اقرا بس شويه كومنتس كده عشان خاطر ايه يعني الناس برضو ما تروحش مننا. سمير مغربي بيقول يا طلبه انت كنت بتجري ليه من ورا المسرح وبعد كده نزلت حمام السباحه الجديد ليه؟ حابب اعرف بس. بصراحه ما كنتش عارف اتصور. ده يوم الجمعه؟ لا يوم الاحتفال. يوم الاحتفال في الفندق. لا قصده ايه؟ قصده على امتى؟ ما انا مش عارف يوم قصده على لا قصده احنا بنستلم الدرع. يا طلبه انت كنت بتجري ليه من ورا المسرح وبعد كده نزلت حمام؟ قصده على الدرع. الدرع انا مش لاقي مفيش حته اتصور فيها، قمت جريت وقمت ناطط من فوق اللعيبه واتصورت لحقت نفسي كده جنب خليفه. في عبد الرحمن محمد بيقول محمد خليفه انت عالمي شكرا حبيبي ربنا يخليك. ميدو ماجيكو بيقول انت مجتهد يا كابتن حماده طلبه ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. الحمد لله. خليفه انت مشروع نجم استمر وطور من نفسك وليه حق فيريرا يتمسك بيك يا ابو مالك. ربنا يخليك. سيد غريب بيقول خليفه لمسته جميله بيستني منه الكثير في المستقبل. طلبه راجل كالعاده رغم تهوره احيانا ومن اللعيبه اللي عشقتها جماهير الملكي اللي عشقتها جماهير الملكي بسبب عشقه للزمالك. ربنا يخليك. احمد بوجي بيقول كابتن حماده طلبه انت من ارجل اللعيبه اللي انا شفتها بتلعب في الملكي بس انا في سؤال محيرني. ماتش الاهلي الجون الاول كان جاي من عندك بسبب الانطلاقه اللي انطلقتها وقت ما جريت بالكوره كنت بتفكر في ايه وخصوصا ان ما كانش في حد وراك بيغطي؟ تجاوب دلوقتي ولا لسه نتكلم عن ماتش الاهلي؟ لا خلاص انا مكمل الماتش ان شاء الله نعرف يعني. طيب لسه نتكلم كمان عن ماتش الاهلي يا احمد. بودي او فايند مي بودي الاكونت اسمه كده بيقول قائمه الموسم الجديد كده ما فيهاش مكان لشيكا ولا حمودي ولا المهاجم الافريقي ولا ريكو وحابب اعرف اللي هيتأيدوا تحت السن واحنا ليه مش ممكن نسيب ابو جبل مش فاهم ونطلع ناشئ يتأيد تحت السن ونستفيد بمكان في القايمه. وعايز اقول لمحمد خليفه انت هتبقى في يوم من الايام حديث مصر كلها لانك واثق في نفسك وامكانياتك عاليه جدا وطلبه انت راجل. موضوع بقى القايمه والكلام ده كله اعتقد يعني مش مجالها النهارده، مجالها ان احنا نحتفل بلاعيبتنا الاهم واكيد يعني برامجنا على مستوى اليوم في بلانكو اف ام بتشرح موضوع التأييد والكلام ده كله. عمر ريم بيقول انا بتكلم الرقم بيجي لي مقفول. الناس كلها لسه بكلمك يا عمر حاول تكلمنا تاني. محمد ابو شيكو بنحبك يا نجم. ماشي الاثنين نجوم عاديين يعني بس اكيد انا يعني لا كده. محمود تاجر بيقول مبروك يا رجاله الدوري واحلى سلام على طلبه وخليفه اللي مشروع نجم لمسته للكوره حلوه واحلى تحيه اكيد لطلبه مدافع ربنا يخليك. في مصر يلعب يمين وشمال والنبي انا نسيت انك مدافع. والله احنا نسينا حماده طلبه اصلا بيلعب فين لدرجه ان احنا لو يعني ممكن نشك انه في يوم من الايام ممكن يقف جون. الفتره اللي جايه دي الفتره اللي جايه. عمر نجم بيقول ما بيقولش. طيب هشام نهر بيقول عايز اقول لطلبه انت الجوكر وخليفه مستقبل الزمالك. طب انا ماليش عصير طيب. ابراهيم اسماعيل بيقول خليفه بس كده. حسن عبد العزيز شكرا طلبه وخليفه دونجا. احمد دونجا خليفه دونجا ده خليفه اخذ القاب في 5 دقايق. ومين تاني؟ كابتن حماده مش عارف حضرتك عنده مشكله. بقول لك ايه بس يا جيمي انا المشكله في خليفه هو ماشي لعيب جامد وكويس انا مش عاوز الكلام ده يتقال له. انا الكلام ده طبعا كلام جميل وكل حاجه ومحترم بس انا خليفه لسه هو لعيب كويس والله ولعيب ممتاز يعني الحمد لله لسه الكلام دوت مستني يستوي. الكلام ده بالنسبه له هيبقى صعب عليه. يعني خليفه انا واحد من الناس انا اقترحت اللي هو يطلع اعاره ويوم من الايام هتفتكر الكلمه دي والله هيرجع نادي الزمالك كبير وهيبقى لعيب محترم ومش عاوز الكلام ده يتقال له لسه. وما تشوفه بيلعب في الدوري الممتاز وتشوفه متألق ابقى اقول الكلام اللي انت وتشوفه في اساسي في فرقه نادي الزمالك انا معاك ان انت تقول له الكلام دوت بس مش عايز الكلام ده يتقال الاول يعني شهاده كبيره انا اعتقد اكيد طبعا ما فيش كلام من جوكر نادي الزمالك. حتى انا امبارح على الدكه هو والكابتن احمد علي والكابتن خالد ويوسف عاملين يشجعوني ما تقلقش ما تخافش ما فيش مشاكل العب عادي اللعبه. انا عايز اعرف الورقه كان مكتوب فيها ايه اللي نزل بيها. لسه انا خايف انا عامله مشكله خايف الناس تكون مفكره دي سحر. الورقه كان نزل يعني بيها مين انت ولا عبد المجيد؟
لا هي الورقه هو عشان الشكل في الملعب اتغير. فهو الراجل عايز يقول لي توفيق، يقول لي معروف الشكل الجديد. فتوفيق معروف بعاد عن بعض. بس لا وكمان عندنا توفيق بيتكلم انجليزي كويس جدا. دي مشكله. قال لي وطلعها وريها شكل المعروف. ويقول لي طارق نلعب انا وانت جنب بعض وخلي مصطفى قدامنا. فما فيش، فانا لسه جاي اطلعها، فجاء كابتن الحكم كابتن ابراهيم بيقول لي لا ما ينفعش خدها على طول، فقمت دخلتها، فطارق قال لي طلعها فقمت طلعتها تاني. طب يعني مش فاهم الحكم طب يقول لك طلعها ليه؟ يعني ما اعرفش، بيقول لي ما ينفعش تخبيها او طلع بالمية، يعني ما اعرفش يا كابتن. بس هو يعني عامه ما ينفعش ينزل بره في الملعب. بس مصر كلها كانت عايزه تعرف الورق اللي مكتوب فيها فيها الشكل للملعب، يعني حاجه هو الراجل بيشرح خطه، بيشرح مثلا معروف يبقى في اليمين، توفيق في نص الملعب، هو عاوز يوصل له، مش عارف يوصل للعيبه، هو حب يعرف معروف الشكل اللي هيبقى ازاي، معروف فين كده يعني. انت عارف معروف لغته امبارح كان قال لنا ايه على الهوا. اعتقد ان الموضوع كان محتاج ورقه. الذين دمه خفيف جدا. ولا واضح ان كل الافارقه اللي موجوده يعني كوفي دمه خفيف جدا اعتقد، وروحه حلو جدا، ومعروف كان نفس النظام برضو، وكمان هو اتقالهم شويه سيسي. لا السيسي دمه خفيف جدا يعني. السي بس هو السي مشكلته بس اللي هو ايه، يعني ما يعرفش يتكلم عربي. الناس لا هو بيتكلم عربي. سيسي ما يعرفش يتكلم عربي يا عم، بيتكلم عربي بيفهم بس ما فيش افريقي دخل مصر الا بيتكلم عربي. كله في الاول بيبدا كده وبعد كده تلاقيه من الدويقه وتلاقيه من هو كوفي واضح ان هو من بولاق وقاعد في بولاق. لا بس هم والله 3 افارقه جمال جدا وشخصيات جميله جدا ودمهم فعلا خفيف قوي يعني بصراحه. ومعروف ده نفسي معروف ده يطلع في برنامج. معروف والله نفسي تشوفه هو بس قاعد كده على الهوا كده، بص هيموتك من الضحك. هو بالاخص عبير وشه تحس انه طفل صغير. وبالاخص كده تشوفه بس هو مع ابو جبل بقى. الاثنين مع بعض. لازم تشوفه مع ابو جبل. لسه نكمل بقيه الكومنتس. احمد صلاح بيقول نفسي ما تمشيش يا طلبه لانك جوكر الزمالك ومجتهد، ربنا يوفقك يا حبيبي. اما انت يا خليفه انت مش نجم، استمر وطور من نفسك، وليه حق فيريرا يتمسك بيك. ليه مش بيك بس؟ لا قصدي محمد الشرقاوي صح كده، مش عارف انت لقيت صح ولا غلط، بيقول رسالتي للكابتن خليفه انت مستقبل مصر المشرف، ويا ريت لو تبعت لي لو عندك اكونت على الفيسبوك، لان عاوزك موضوع مهم جدا جدا يخصك، وده اكونت وبعت لك الاكونت. بيقول تاني رسالتي للكابتن حماده طلبه انت راجل محترم ومن اوفى من لعبه في هذا النادي، وبالتوفيق انت لو هتسيب النادي، وبالتوفيق ليك برضه لو هتكمل معانا. وبعت لي مصمم برضه ان يبعت لك الاكونتات كويس. محمد حسني بيقول تحيه لك من الكويت، انت ارجل لاعب وانا مش من اشد المعجبين بيك، واتصورت معاك هنا في الكويت مع فييرا، قصدك مع فييرا مش عارف. مبروك الدوري واتمنى استمرارك مع الزمالك. شكرا لك صوت الزمالكاويه. العافيه يا محمد طبعا. كوكا خالد بتقول يخرب بيتنا غزاتك يا حماده. ربنا يخليك. هي واحده بس. هي واحده بس. ليش طيب هنكمل بقيه الكومنتس برضه. ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك بلانك اوف ام، وكلمونا على 010 936 3878. نطلع الفصل الصغير ونرجع نكمل بقيه كلامنا بقى عن حاجات كتير قوي. هنسمع اغنيه نسمع اغنيه ناخد تليفون. طب ناخد تليفون قبل ما نسمع الاغنيه. نقول الو مساء الخير. بلانكو. بلانكو. انت على الهوا اتفضل. مين معانا؟ معاك يا احمد يا باشا. ازيك يا احمد اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. انت على الهوا يا احمد، معاك كابتن حماده طلبه وكابتن محمد خليفه. ازيك يا كابتن حماده؟ الله يخليك. ازيك يا ابو حميد عامل ايه؟ ازيك يا كابتن محمد؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ كابتن حماده ان شاء الله مستمر مع النادي ماشي ولا ايه؟ مش عارفين. انت عاوز نقعد؟ احنا عاوزين نقعد يا كابتن الله. تحت امرك يا نجم ان شاء الله باذن الله نقعد بامر الله. ماشي. على العموم كل سنه وانت طيب والف مبروك على الدوري يا كابتن. وانت طيب يا ابو حميد ان شاء الله. مش اول فرحه. محمد خليفه ان شاء الله مستقبل واعد مع النادي ومنتخب مصر. ربنا يخلي حضرتك. الف شكر حضرتك. بشكرك جدا. بشكرك. عايز تقول لهم حاجه كمان؟ عايزين نعرف احمد حمودي فين؟ في الزمالك ولا في الاهلي ولا فين؟ لا ان شاء الله احتمال في الزمالك باذن الله. ماشي يا كابتن حبيبي. بشكرك جدا يا استاذ احمد. مع السلامه. مكملين معاكم كلامنا مع كابتن حماده طلبه وكابتن محمد خليفه. نطلع الفاصل صغير ونرجع مره ثانيه نسمع اغنيه كده ونرجع لكم مره ثانيه. خليكم معانا محدش يروح في حته. كلمونا على 010 936 صوت الزملكاويه.
لسه مكملين معاكم احتفال بلانكو اف ام بنجوم نادي الزمالك. معانا النهارده في الاستوديو كابتن حماده طلبه جوكر نادي الزمالك، وكمان الصاعد دلوقتي باذن الله طبعا كابتن محمد خليفه. منورينا كابتن. حبيبي يا جيمي، انت اللي منورني جدا. ربنا يخليك. كان معانا طبعا قبل ما نطلع الهواء كان معانا الكابتن احمد ايمن طاهر مدرب حراس المرمى، واكيد اتكلمنا عن حراسه المرمى في نادي الزمالك، واكيد كانت مع زميلتي ندى حسيني، واكيد يعني كل الزملكاويه عرفوا خبايا بقى حراسه المرمى، واتكلموا بقى عن مستقبل حراسه مرمى نادي الزمالك. كلمونا على 010 936 3878 ده رقم البرنامج، وابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك بلانكو اف ام على الفيسبوك. تحبوا نتكلم على ايه بقى؟ على الروح اللي موجوده بين لعيبه نادي الزمالك اللي اول مره نشوفها من فتره كبيره، ولا على ماتش الاهلي والروح اللي ما كانتش موجوده ماتش الاهلي ماتش الاهلي بس، ولا على ايه بالظبط؟ اللي انت نفسك فيه. طيب يعني نتكلم الاول على الروح اللي اول مره نشوفها في نادي الزمالك، او بقالنا كتير قوي ما شفناش الروح، يعني الروح دي بين لعيبه نادي الزمالك، وكل واحد فيهم جاي من نادي مختلف، ويمكن ما لعبتوش مع بعض معظمكم، واول مره تلعبوا بنشوفكم بالروح دي. انت يا حماده وتوفيق ودودار واسلام وحتى كمان اللعيبه الصغيره زي خليفه وعبد المجيد واوباما والناس دي كلها، جايبين الروح دي منين؟ والله انا طبعا عاوز اشكر اللعيبه كلها رجاله. اللعيبه كلها بصراحه كانت واقفه مع بعض طول الدوري وتعبوا مع بعض. طبعا كان حاجه صعبه على فرقه لسه 17 لاعب جايين جداد، اللي انت تخلق الروح ديت. انا شايف ان الروح ديت الحمد لله هي المكسب الحقيقي لبطوله الدوري. دي حاجه كويسه طبعا. انا وفي لاعيبه كتير ما كانتش بتلعب كانت روحها كويسه. عاوز اشكر طبعا صالح موسى، واشكر بصراحه محمد شعبان. العشرة لسه هنتكلم عليهم اللي ماشيين. والله بص، انا هو طبعا ما فيش حاجه لسه يعني بنت اكيد يعني، انما انا عاوز اشكرهم بصراحه. اللعيبه كلها اخلاق واللعيبه رجاله بصراحه. وكان في ميزه كمان، اللي كان بينزل يلعب كان بيأدي بشكل كويس مع الفرقه. هو انا شايف كل لعيبه لعبت، مفيش حد ما لعبش وكله شارك، كله فعلا حتى لو برضه الدقايق. هو الراجل بصراحه محترم، راجل مدرب كويس جدا. انا شايف اللي هو كمان حب يلاعب الناشئين، وفعلا تحسب لهم دوري. يعني عندك محمد خليفه وعندك عبد المجيد واوباما، دي كانت حاجه كويسه. هو كان بيقعد يقول لنا احنا عاوزين نحسم الدوري بدري وكده عشان ندي فرصه للناس. وبصراحه ده حصلت وادى فرصه للناس كلها، والناس كلها الحمد لله اتحسب لها دوري. وعاوز اشكر احمد علي طبعا. عاوز اشكر اللعيبه كلها اللي هي أدت بشكل كويس، واللي ما أداش بشكره. بقول لهم ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم باذن الله. خليفه، شايف الروح اللي بين لعيبه نادي الزمالك اللي حصلت دي يعني واللي لسه بنتكلم عليها، فليت كنتوا ايه كناشئين انت واوباما وعبد المجيد واللعيبه كلها اللي تحت السن الصغير؟ والله من اول يوم يعني ما حسيتش فرق بين كابتن احمد عيد اللي اكبر واحد في الفرقه، اللي هو اتشرفت ان انا كنت متواجد معاه واتمرنت معاه، لاصغر واحد يعني الكابتن عمر وكابتن حماده يعني ما حسيناش ان في فرق خالص سن او في فرق اي حاجه. في نتغدى مع بعض، نتعشى مع بعض، نخرج مع بعض على طول مع بعض، عزومات، يعني ما كانش فيه حسوني ان في فرق سن ولا حاجه. كنا قريبين جدا من بعض، يعني كان على طول نصايح اخويه كلها على طول، الكلام كله اخوي، ما فيش يعني. ما سافرتش مع الفرقه؟ لا سافر. مين اللي بقى مكتوب؟ هو اوباما بس في المعسكرات شناوي، كابتن شناوي. معقوله ولا طبعا شناوي في المصير اللي دخلتهم كابتن شناوي. وانت يا حمد؟ لا قلبي احمد توفيق ده قلبي، ده انا اقدر اسيبه. بس بقالهم فتره مش مكويسين مع بعض من ناحيه يعني مش قاعدين مع بعض. احنا في خلافات يا راجل؟ لا عمري، انا من الحمد لله بقالي سنه كامله اهوت، وحتى لما بسيبه بيلوش، لما اجي اطلع بره ماتش بينزل بيلوش. طب احكي لنا عن احمد توفيق شويه الكواليس اللي بتحصل ما بينكم. لا ده احمد توفيق في المعسكرات في الماتش. بص يا الحمد لله كل اللعيبه بتحب احمد توفيق، ما فيش حد مختلف عن احمد توفيق، وكله بيرازي فيه. يعني انا واحد من الناس حتى ببقى مبسوط جدا واللعيبه بترازي عشان اضحك يعني. والله العظيم نط في البسين بعد الماتش ده. هو الموقف ده انا هحكيه طبعا. انا كنت الماتش دوت، انا ماتش الاهلي وسموحه، روحت بصراحه انا كنت نايم
ما اتفرجش على الماتش ما اصلا. لا ما اتفرجش على الماتش. وكنت انا اخد اجازه، الراجل كان مدينا اجازه. ولا يا رب كنت موقوف ماتش الجيش، انا كنت موقوف ورحت على بورسعيد. طبعا دخلت نمت وتلاقيت اختي بتصحيني كده بتقول لي انتوا اخدتوا الدوري. قلت لها اخدنا ايه؟ والله قالت لي اخدنا الدوري. قلت لها ليه كده؟ قالت لي سموحه هتعادل مع الاهلي. طبعا الواحد كان فرحان جدا وكلمت اول واحد كلمته احمد توفيق بالصدفه، بكلمه قعد يعمل حاجات غريبه كده وفرحان، مش بص فرحه هستيريا. واحمد عيد قال له طب خليه يكلم عمر جابر، خليه يكلم عمر جابر. وهو بيكلمني عمر جابر عشان ياخد التليفون منه. هو اداني عمر جابر من هنا وقام رامينه فين؟ في البسين عشان الموبايل. طبعا لو كان الايفون بتاعي احمد كان هتبقى نصيبه طبعا. احمد هو روح احمد من هنا وكل فرقه متنطه في البسين. الحمد لله ربنا يكرمه. وفي حاجه برضه حكي للكابتن حماده يعني متضايق منه او حاجه، ربنا ما بيكرموش خالص يعني. لازم ترضى على حد عشان ربنا يكرمه. اشمعنى طب يعني غضب على مين قبل كده؟ لا عن كذا حد. لا استنى بس قول لي انت يا خليفه. الناس كلها بتحاول تقرب من الكابتن حماده يعني. سمعت ان بتعمل حركه كده معينه كده من اللي عليها دي. قول لي بس. لا والله ده هو هزار طبعا. خبر كدبر بقى. لا هو كله ده هزار طبعا. هو اللاعب ياخدها يعني حتى صالح موسى امبارح اخي يعني شوف الماتش الاخير هو كان بادئ اساسي كان هو طبعا بيشتكي من الاصابه. انا كل شويه اجي ناحيته كده اقول له انا حاسس ان انت تعبان. يقول لي ارضى عني. اقول له حاسس ان انت تعبان، حاسس ان انت سخن، انت زايد شويه. يقول لي والله العظيم اخليك تلعب هطلع لك بين الشوطين. طبعا كلها هزار يعني وضحك يعني. طيب يا جماعه اللي حابب يتواصل مع اللعيبه والنجوم اللي قاعدين معانا كلمونا على 010 936 3878 وعلى صفحتنا على الفيسبوك بلانكو اف ام. معايا تليفون تاني قول الو مساء الخير. مساء النور. مساء النور. مين معايا؟ مساء عليكم وعلى كابتن اخوك احمد من اسكندريه. ازيك يا احمد؟ عامل ايه يا احمد؟ تمام والله الحمد لله. منور يا احمد. معاك كابتن حماده طلبه وكابتن خليفه. عايز اقول للكابتن حماده طلبه يعني متشكرين جدا، عمل مجهود خرافي السنه دي. ربنا يخليك. والحمد لله طبعا مع الدوري كل الزملكاويه. وكابتن خليفه طبعا طلع اعاره تقريبا صح؟ هو لسه لحد دلوقتي موجود في نادي الزمالك. هو هيفضل موجود في نادي الزمالك وفي قلب جمهور نادي الزمالك ومستقبل جميل للكره في مصر ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن. واحب اهني كل الزملكاويه على الدوري ومتشكرين جدا جدا يا كابتن. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا ابو حميد. بشكرك جدا يا احمد وخليك قاعد تقول. انا معاكم بس انا عايز بس لعيبه الزمالك طبعا الكابتن حماده طلبه ده كابتن من الكباتن الكبيره حبيبي. ربنا يخليك. عايزين نفرح كتير ان شاء الله. على طول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن حماده. ربنا يخليك جميعا يا رب ومساءكم جميل ان شاء الله. ربنا يخليك يا ابو حميد. بشكرك جدا يا احمد وخليك قاعد مكمل معانا. ربنا يخليك. ماشي يا باشا. شكرا. مع السلامه. سلام يا كابتن. مع السلامه يا باشا. عايز اقول يا جماعه ان لسه برضه ما زالت احتفالات بلانكو اف ام مستمره برضه. لسه بكره في نجوم، بكره في كابتن مدحت عبد الهادي في زمالك زمان. ايه زملكاوي مين؟ مش عارف. طب هقول لكم بس نسيت والله لسه ندى هتغششني اسم البرنامج. انا بليد ذكريات زملكاوي صح كده والله مش عارف انا اللعبه اللي احنا لعبها ذكريات زملكاوي يا جماعه. هيكون معانا يعني ان شاء الله معاهم هي واحمد حليم. هيكون معاهم كابتن مدحت عبد الهادي ان شاء الله ضيف بكره. وكمان هيكون في نجوم زملكاويه باذن الله ان شاء الله بكره. استنونا على صفحتنا على بلانكو اف ام. يعني هنعلن عن اللعيبه اللي هتبقى موجوده بكره ان شاء الله. حماده يمكن لو اتكلمنا عن اللعيبه اللي هتمشي او اللي طلعت سموحه او اللي طلعت اعاره. طلعت سموحه اتطور مربط معايا يعني احمد عيد الحرس تقريبا. والله انا ما اعرفش حاجه من دي خالص. انا طبعا اذا كنت قاعد او ماشي او اي لاعب قاعد او ماشي طبعا انا بقول له ما تزعلش. طب اقول لك الاسماء الاول ونقول نتكلم عليهم مجمل. طب قول. احمد عيد حرس، خالد قمر اعاره لسموحه، احمد علي، عبد الله السيسي، محمد عبد المجيد، يوسف اوباما، محمد شعبان مقاولين، احمد سمير وصالح موسى. وهو موجود يعني من ضمن الاسامي محمد خليفه كمان. انت والله انت بتقول لي الاسماء واقسم بالله انا زعلان يعني. انا واحد حزين والله بجد زعلان على الاسماء. انا حزين. انا واحد من الناس واقسم بالله حزين. وانا خلي بالك انا كنت محطوط معاهم يعني. انا كنت في الناس اللي هي ماشيه
يعني كنت موجود في الناس اللي كنت من ضمن الاسماء اللي كانت هتمشي وكان في مفاضله ما بينك وبين صلاح سليمان. لا ده في السنه بتاعت كابتن حسام حسن. انا بصراحه كل سنه في نادي الزمالك كده. يعني انا كل سنه في نادي الزمالك يجي مدرب. ادائك هو اللي بيجبر الناس انك تفضل. والله بص انا بقول فضل ربنا عليه، يعني الحمد لله. انا بحمد ربنا طبعا، يعني ربنا ممكن يسبب لك سبب صغير تقعد عشانه. انا بقول ده الحمد لله، انت بتجتهد وربنا بيديك على قد تعبك. وبقول للعيبه دي ما تزعلش، انتوا اللعيبه دي كنت انا كمان معاهم، يعني انا كنت معاهم في الموجود، والله ما كنت زعلان. عارف انا زعلان بس اللي كنت فرحان ان انا اخد بطوله، يعني انا فرحان ان انا اخد بطوله دوري، حاجه بسطاني وحاجه حتى لو ماشي انا ماشي كبير. يعني انا ماشي مش صغير، ماشي حاجه كبيره. يعني الفرحه بتاعت البطوله دي ممكن تنسيك اي حاجه طبعا. واللعيبه اللي انت بتتكلم عنها ديت انا واحد والله زعلان عليها جدا. يعني محمد تقول ايه لو كنت من ضمن القايمه دي اللي ماشيه، او لو ما كنتش وفضلت مستمر تقول ايه برضو للعيبه اللي يعني الاسماء اللي خرجت؟ فطبعا تحت امر نادي الزمالك في اي حاجه، سواء قعدت او مشيت، فالحمد لله كنت متواجد من احسن لعيبه في مصر، حققوا بطوله. غابت عن نادي الزمالك 11 سنه، فالحمد لله انا كنت متواجد معاهم. فطبعا حتى لو مشيت يعني ان شاء الله ممكن ارجع بعد اعاره وارجع، فدي ما فيهاش مشاكل في حاجه. محمد انت مركزك الاساسي في الملعب؟ نص ملعب. تمام. فما فيهاش مشاكل. تاني حاجه طبعا، اول حاجه كابتن احمد عيد يعني ليه معزه خاصه عندي. انا فخور ان انا كنت متواجد معاه واتمرنت معاه طبعا. وكابتن صالح وكابتن محمد شعبان وكابتن ويوسف طبعا، يوسف اكتر من اخ، هو عبد المجيد. فما فيهاش مشاكل، ويعني الحاجات دي مش بتقلل من اسمهم حاجه، هم لعيبه كبار وهيفضلوا كبار، وان هم حققوا بطوله كبيره وبعد عمر طويل، يعني بعد 10 سنه على نادي الزمالك، فهم هيفضلوا كبار. يعني مش دي الحاجه اللي طيب حماده، عايز اسالك على حاجه، ايه افضل مركز شايف نفسك فيه تقدر تكمل فيه في نادي الزمالك؟ افضل مركز. انا ما عادش عارف مركزي اصلا يعني. انت اصلا مركزك؟ انا مركزي ايه؟ مدافع. بدأ مهاجم. انا خلي بالك انا بدأت مهاجم. لا طب يعني قول لي بقى. والله قول لي بقى الخريطه حضرتك من اول ما لعبت. طبعا اول حاجه طبعا بشكر الكابتن طارق يحيى والكابتن طارق مصطفى، دول لهم فضل على حماده طلبه برضو. طبعا انت لسه هنيجي المدربين اللي انت الثمان اسماء اللي احنا قلناها دول برضو كل واحد ليه فضل عليا بصراحه، يعني مدربين محترمين كلهم. طبعا انا كنت بلعب في اسمنت السويس مع الكابتن طارق يحيى، وكنا احنا بنلعب دوري ممتاز ونزلنا درجه ثانيه. وكنت بلعب باك رايت في اسمنت، كنت بلعب باك رايت. كابتن طارق كان عندنا 9 فراوده. كابتن طارق قال لي 9 فراوده. والله كان كل معظمهم بيلعبوا تحت الفراوده، بس يعني هو اسمه فرود. كابتن طارق قال لي انا محتاج تلعب فرود. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ قال له والله محتاج تلعب فرود. قلت له ماشي يا كابتن، والله مفيش مشاكل، هلعب لك فرود. والحمد لله لعبني فرود. اول ماتش كنا بنلعب الرباط. تقول لي جبت جول؟ جبت جونين. مش واحد. والله الرباط البورسعيدي. بنلعب الرباط البورسعيدي، والحمد لله ربنا كرمني وجبت جونين. طبعا ساعتها الكابتن 9 مهاجمين قبل فيكي. لا ماشي 4. والله ما بهزر. والحمد لله قضيت معاه، يعني الحمد لله جبت السنه دي حوالي 6 جوان، بس في اخر الموسم كمان. يعني كنت اخر الموسم 6 جوان. في اخر يعني انت كنت مثلا لو لعبت انا لعبت، خلي بالك انا في سموحه لاعب كنت، لا انا صراحه كنت رايح وانا رايح سموحه كنت خايف. انا لعبت في سموحه 28 ماتش من 30 ماتش ما شاء الله. 28 لعبت كل المراكز، واتغير عليا حوالي 6 مدربين او 7 مدربين. وكل مراكز، وكل مدرب يجي لك جون. كل مدرب يجي يلعبني مركز، كل مدرب يجي يلعبني مركز. يعني هو اللي ركز عليا اوت فيندر ولعبني بصفه اساسيه فيندر هو باتريس نوفو. باتريس نوفو كان بيحبني يعني حب، وربنا كرمني. اول ماتش لعبنا ديفندر قال لهم ده طلبه ده ما بيلعبش باك رايت، انا شايفه في الديفندر. وربنا كرمني ولعبت جبت جون، اول جون لسموحه. طارق شايفك مهاجم وباتريس نوفو شايفك يعني ما انا اوريك الاجوان دي دلوقتي. يعني الكابتن طارق اول جون لسموحه في الدوري الممتاز انا اللي جايبه. ساعتها فرج عام الباشمهندس فرج عامر اداني مكافأة خاصة كده، وبعد الماتش على طول اداني 5000 جنيه. لسه نكمل موضوع المهاجمين ده، بس خد التليفون اللي معايا ده، قول الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور، مين معايا؟
احمد اسلم، ممكن اقدر اعمل مداخله؟ انت على الهوا اصلا والكباتن معاك، اتفضل. كابتن ايمن طاهر معايا؟ لا كابتن حماده طلبه كمان. كابتن ايمن طاهر كان موجود ومشي، دلوقتي كابتن حماده طلبه وكابتن محمد خليفه. انا كابتن بمثل عليهم. هم سامعينك اهو، اتفضل قول لهم اللي انت عايزه. انا وصلت النادي يوم الاحد عشان انا كان شغلي في سينا وكده، فكنت عايز احتفل، فقلت لهم انا جاي من مشوار من الزقازيق وكده، وان انا كان نفسي اخش النادي واحتفل، فالامن رفض، فقلت لهم في احتفال تاني ولا حاجه، لان انا كان نفسي ان انا اخش احتفل في النادي وكده، فقالوا لي لسه المستشار مرتضى هيشوف ان كان هيعمل احتفال يوم تاني ولا لا. فكنت متضايق ان انا كان نفسي اخش النادي الزمالك بيتنا عشان اقدر احتفل وكده، بس منعوني بقى. لا والله بص، هو الاول طبعا انا بشكرك اللي انت جيت وجيت عشان تحتفل مع الجمهور. بصراحه كان في ضغط جامد جدا على الاحتفاليه، اصلا الاحتفال اصلا ما كانش بصراحه، كان الضغط كتير جدا على الاستاد، وانا بصراحه كان في كمان المدرجات مش مستحمله اللي حد يقف عليها وكده يعني. طبعا هو في احتفاليه ثانيه ينظموها طبعا، بس ان شاء الله باذن الله لما نرجع من الكونغو باذن الله هم يظبطوا. يعني وحشني، انا اخر مره دخلت فيها النادي كان 2002 لما كنا بنلعب الوداد المغربي تقريبا في السوبر الافريقي، دي كان اخر مره دخلت فيها النادي. اما بعد ما ربنا كرمنا بقى وخدنا الدوري، كان امنيه حياتي ان انا اخش واحتفل جوه النادي صراحه. انت مش هتيجي الا كل بطوله ها؟ واحب اقول بقى للكابتن حماده طلبه والفريق نادي الزمالك كله، يا رب تكون دي البدايه ان شاء الله. يعني دي بدايه للمنصات التتويج والكلام ده كله، لان احنا فعلا الزمالك لما بيلعب لو الواحد وراه في مشوار او في شغل، يعني انا ساعات لما يكون عندي شغل اقعد اسمع بلانكو اف ام ولا اي حاجه، ان انا لازم اموت واشجع الزمالك. اللي كان بيكلمك حماده طلبه، اللي كان بيكلمك حماده طلبه، اللي كان معاك عمال يشرح لك الموضوع اللي كنت عمال اشرحك هو حماده طلبه. انا بقول لك ان شاء الله باذن الله في احتفاليه باذن الله ننظموها النادي، وباذن الله تيجي تفرح معانا باذن الله يعني. وانا عايز عارف ان رجاله، بس يا جماعه بجد والله تيشيرت نادي الزمالك اللي اي لعيب يلبسه ده شرف لاي حد طبعا. ويعني مش عارف يبقى محارب في الملعب صراحه، لان فعلا تشوف الجماهير على القهاوي وعلى الكلام ده كله لما الزمالك بيكسب وبياخد بطولات، الكلام ده كله صراحه بتبقى قمه الفرحه موجوده. احنا عشان كده يعني عشان كده احنا اجتهدنا وربنا كرمنا عشان نجيب لك بطوله كانت غايبه عن النادي بقالها فتره طويله. الحمد لله رجعت الجمهور يعني. فسعاد الجماهير ده والله العظيم بعيد عن البطولات برضو، يعني ربنا سبحانه وتعالى حتى بيقول اللي يعني بيبتسم في وش مسلم حسنه، ما بالك بقى لما بتدخل في قلبه الفرحه. انا بشكرك جدا والله، يعني مش عارف اقول لحضرتك ان انت تعبت نفسك فعلا، جيت من السويس على الزمالك على طول عشان تحتفل، حتى بعد ما عدى يومين على الاحتفال، بس استنى برضو الاحتفال بتاع المستشار مرتضى منصور اللي هيتم الاعلان عنه، واتمنى انك تكون من ضمن اول ناس موجوده في الاحتفال ده ان شاء الله. يا رب، وانا بشكركم فعلا، انتوا ناس محترمه، وبلانكو اف ام على طول انا معاها ومتابعها، وربنا من تطور لتطور باذن الله. بشكرك جدا، ربنا يخليك، بشكرك جدا حبيبي. يلا مع الف سلامه، في رعايه الله، في رعايه الله. ما لحقش الاحتفال، فاستنى اليوم الحد اللي هو مفيش احتفال اصلا عشان يجي النادي. بص الناس بتفكر بصراحه. لا كان اليوم ده كان يوم صعب بصراحه. انا ما جيتوش، انا جيت اليومين اللي قبليه، بس اليوم ده للاسف ما جيتش فيه لان الجو كان حر بصراحه يعني. الدنيا كانت عامله ازاي، مش هنزل يعني. بعد بقى المهاجمين وبعد سموحه وبعد ال 5000 جنيه يعني. انت مركز قوي مع ال 5000 جنيه مش عارف ليه. عملت فين تاني بقى؟ عملت ايه تاني؟ طبعا اللهم صل على النبي. كنت بقول لك طب عقبال ما تفتكر يا حماد، عايز اخد تليفون ده ولا له مساء الخير. مساء النور. مساء النور، مين معايا؟ بلانكو. ايوه مين؟ اسمي عمر. عمر ازيك؟ انت على الهوا يا عمر، معاك كابتن حماده طلبه وكابتن محمد خليفه. ازي حضرتك؟ بس تسمح لي طبعا انا زملكاوي جدا وبحب الزمالك جدا، وببارك لكابتن حماده وكابتن خليفه. اتفرجت امبارح بس يا حبيبي. بص يا كابتن، انا عايزك، انا زملكاوي جدا. تمام. بس ممكن تديني فرصه انا اتكلم؟ بس بسرعه عشان التليفونات. بص يا كابتن حماده، انا عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره يا كابتن حماده، انت لعيب راجل وكل حاجه يا كابتن حماده، بس يا كابتن حماده لكل وقت وليه ناس، وكلنا بصراحه يا كابتن بنشكرك على الفتره دي، بس يا كابتن حضرتك ماشي مكان في القائمه يا كابتن بصراحه. طب ليه يعني اشمعنى؟
هقول لك يا كابتن صلى على النبي يا كابتن. عليه الصلاه والسلام. كابتن حماده طلبه، بس سيبنا اكمل كلامي بعد اذنك، انا بتكلم كمزملكاوي والله. طب قول طيب. ده سامعينك والله كده ما رحناش في حته. كابتن حماده طلبه بيلعب باك يمين وباك شمال وديفندر ومساك، تمام؟ الجوكر. تمام؟ احنا الزمالك دلوقتي عنده احسن 4 مساكين في مصر. تمام؟ عندك 2 باك شمال جامدين جدا، 2 باك يمين و4 ديفندر. هتقول لي مين الاثنين اللي باك شمال طيب عشان بس نعرف الاسماء؟ شريف علاء ومحمد عادل جمعه يا كابتن. انت قصدك الموسم اللي جاي؟ الموسم الجاي تمام يا كابتن؟ فدلوقتي هتقول لي الاثنين الصوب، عندك اللاعب بخالي ممكن يلعب باك يمين، في الشمال عندك اسلام جمال او طلع ناشر زي محمود براني. فكابتن يعني احنا دلوقتي في 3 صفقات المفروض بيخلصوا، كابتن كابتن حمودي دلوقتي، وكابتن المفروض شيكابالا، ومفروض كابتن اللهم صل على النبي مهاجم افريقي. تمام. فكابتن حماده طلبه مع احترامي المفروض يراعي يعني يا جماعه يعني امشي يعني مش عارف عاوز نمشي مثلا. معلش هقول لحضرتك حاجه، هو برغم كل ده ان الكابتن حماده رغم ان في لعيبه كتير جدا متواجدين، كابتن عمر جابر، كابتن عزيز امام، وكابتن اسلام جمال، كابتن حماده طلبه من اكتر الناس اللي لعبه الموسم ده. طب استنى يا محمد نسمع بس رايه وهنرد يعني بتقولي انت ايه على الفيس ايه؟ ادخل على الفيس يا كابتن، وانت عليك صفحه على الفيس وزوده كابتن جماهير الزمالك مستاء انك قاعد في الزمالك يا كابتن. مستاء؟ طب انت ايه؟ وهو واحد من جمهور نادي الزمالك، انت اللي مستاء. لا اقسم بالله العظيم ابدا، والله العظيم ابدا. طب من غير حاجه. بص انا هقول لك بس على حاجه يعني بشكر حضرتك وبشكر حضرتك برضه انك اديتني فرصه، انا بتكلم كزملكاوي وبحب الزمالك والله العظيم مش اكتر، والله العظيم زملكاوي. اكيد اللي يهمنا طبعا في الاول وفي الاخر مصلحه نادي الزمالك، واكيد اسم يا عم بص انا لو شايف بص الحمد لله بص انا بس ارد عليك. حماده طلبه السنه دي بقى معلش كابتن حماده طلبه السنه دي اولا بيلبسنا فاولات كتيره قوي قدام المنطقه وكله كان عارف كده، وكان سبب في جوان دخلت الزمالك كتير. كابتن حماده طلبه لو بيحب الزمالك يسيب الزمالك يعني في شيكابالا وفي احمد حمودي وفي لعيبه المفروض تيجي تاني الزمالك. احنا على فكره كابتن حماده بيلعب واحنا خدنا الدوري على فكره. هقول لك بس طيب يعني بص اعتقد ان انت قلت وجهه نظرك في اعتقد انت يعني قلت وجهه نظرك في الراي عن حماده طلبه وعن وجوده في نادي الزمالك الفتره اللي جايه، وعن يعني يمكن ده راي واحد من ضمن الاراء اللي كانت موجوده. اكيد راي اكيد ده بنحترمه جدا جدا جدا، ودي وجهه نظرك اكيد برضه بنحترمها جدا 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 جدا. بس طبعا مع احترام الالقاب، حماده طلبه لعب في اماكن في نادي الزمالك في الوقت اللي انت كنت مزنوق فيه، لا عندك باك شمال ولا عندك باك يمين، والراجل كان مصاب فعلا وبيلعب طب يعني اسيبك ترد ارد انا. بص انت اسمك احمد تقريبا. احمد قفل تقريبا. هو قفل تقريبا. لا هو طبعا انا بقول لاحمد، هو اسمه احمد، لا ما اعرفش هو اسمه ايه. انا بقول لاحمد طبعا الحمد لله ما يهمنيش رايك، يعني ما يهمنيش رايك بصراحه. انما لو شاف نادي الزمالك في مشكله اللي انا موجود في نادي الزمالك، انا ممكن بكره امشي، ما فيش مشاكل بالنسبه لي. اكيد هي رؤيه فنيه لمستر فيريرا، وشايف انا قلت كلمه من اول ما انا تحت امر نادي الزمالك في اي حاجه. والله لو قالوا لي امشي ده ماشي. وبغض النظر ده في لاعيبه مش هتحسن من حماده طلبه. عندك كابتن احمد عيد، ده بصراحه حاجه بتضرب بها المثل. انا بالنسبه لي الحمد لله انا اخد 3 بطولات في نادي الزمالك. اكتر لعيب لاعب في البطولتين، انا بطوله الكاس الاولانيه لاعب 100%، بطوله الكاس الثانيه لاعب 100%، بطوله الدوري لاعب يعني داخل على 80% من الماتشات. بقول الحمد لله انا حققت النادي الزمالك، يعني انا حققت الحماده طلبه الاول، حققت الحماده طلبه الحمد لله. كان نفسي العب في نادي الزمالك من زمان، والحمد لله حققت امنيتي ولعبت في نادي الزمالك، والحمد لله اخدت بطولات، يعني اخدت 3 بطولات. في ناس ثانيه جيت وما اخدتش البطولات ديت. بقول انا تحت امر نادي الزمالك، عاوز يمشيني يجيب حد مكاني ما فيش مشاكل بالنسبه لي، بس انا تحت امر نادي الزمالك، ما فيش حد بلغني باي حاجه، واللي هيقول لي امشي هقول له ماشي، والحمد لله جاي لي انديه كتير. يمكن ده كان سؤال انا كنت هساله لك بس هو سبق شويه. يعني كنت هقول لك انت على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الكلام ده كله، اكيد انت يعني بتقرا الكلام انا اولا اللي بيهاجمك سواء كان والله ما برد، بس كان حلو او وحش، انا مش من غير بيهاجمك انت او اللعيبه التانيين او لعيبه نادي الزمالك، او يعني هل ده هيأثر او بيأثر عليك ولا لا وعلى اللعيبه؟ بس اعتقد ان انت جاوبت دلوقتي وجهه نظرك، واعتقد ان انت ردك كان رد مقنع ل 90% من جماهير نادي الزمالك. انت قلت لو مستر فيريرا عايزك هتكمل، لو مش عايزك انت بتتكلم رايك. معلش بس هقطع حضرتك ثانيه. كابتن حماده طلبه لعب بالنسبه كل الماتشات اللي حضرتك لعبها دي في جيل اللي هو تقريبا اقوى جيل جه دخل نادي الزمالك، اللي هو موسم 2015
موسم 2014 2015 الجيل حقق بطوله نادي الزمالك اللي غابت 11 سنه عن الزمالك. كابتن محمد طلبه هو اللي كان بيلعب كم كبير ده كل الماتشات، وان مدير فني زي بروفيسور فريرا 7 دوري برتغالي سوبر اوروبي، كل التاريخ ده يتمسك بالكابتن محمد طلبه. فاعتقد يعني كل الكلام ده مش من فراغ يعني. بص الجمهور اكيد طبعا زي الجمهور حضرتك اهم حاجه عنده يتبسط، فالحمد لله كابتن حماده قدر في كل الماتشات اللي لعبها الحمد لله كلها فوز. قدرنا نحقق الدوري ان شاء الله في الكاس طريق الكونفدراليه، فما اعتقدش ان كل الكلام ده بص اللي هقوله لك اللي هقوله لك ان كل زملكاوي اكيد يعني الاهم عنده اسم نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك. انا كمان انا واحد من الناس كده. انا كبص كلاعب كوره كمشجع انا اصلا مشجع نادي الزمالك. انا كنت بشجع نادي الزمالك، كنت بلعب في فرقه ثانيه وبشجع نادي الزمالك. انا بالنسبه لي والله ما فرقه. انا قلت لك كلها اراء يعني هو رايه كده، وبعدين هو شايف يعني هو شايف كده مع اسماء مش موجوده في المراكز اللي انت ممكن تلعب فيها. هو مشكلته اللي احنا المكان ده فعلا بالذات المكان اللي هو تحت الفيرود ده جبنا لعيبه كتير جدا صح، ولاعيبه كتير وفي لعيبه هتتظلم عندك. يعني انا عمري ما شفت حماده طلبه ممكن يلعب صانع العاب. لعبت صانع العاب فين؟ لعبت لا لعبت في سموحه ولعبت في المقصه. انا لعبت ماتش قدام النادي الاهلي، كنا الاهلي كسبنا 2-1 الحمد لله طبعا بفضل ربنا عليا كنت نجم الماتش. انا فوجئت انا كنت العب باك رايت. بس اعتقد ده يعني صانع العاب في انا جاي لك في الكلام الكوكب اللي موجوده في نادي الزمالك. لا كنت في المقصه. لا مكان يعني لا طبعا ده في نجوم. انا في نجوم في الفرقه. يعني النهارده ما تقوليش النهارده تعالى العب فرود مكان باسم مرسي، تعالى العب مكان مصطفى فتحي. لا في نجوم. انا ما اقدرش اللي انا الناس ديت. انا قلت لك انا تحت امر نادي الزمالك بره على الدكه قاعد مش هفتح بقي. لعبت الحمد لله من يوم ما جيت النادي دي الحمد لله. طبعا انا بقول له عماد احنا بنشكره على رايه اكيد، ويعني رايه اكيد يحترم في الموضوع ده. هنطلع لفاصل صغير ونرجع مره ثانيه يعني ما حدش رافع حته. نطلع لفاصل نسمع اغنيه ونرجع تاني. نسمع الثالثه يمين. نشغل الاغنيه بتاعت حماده طلبه. الوقت حماده طلبه هجيبها لكم قرص حاضر. بس نسمع في الثالثه يمين ونرجع لكم تاني. كلمونا على 010 9 3 6 3 8 7 8 وصفحتنا على الفيسبوك بتاع الوفا. خليكم معانا ما حدش راح فاهم. لسه مكملين معاكم سهرتنا النهارده مع 2 من نجوم نادي الزمالك الحاصلين على الدرع الدوري، كابتن حماده طلبه وكابتن محمد خليفه. منورين. معانا تليفون بقى. تليفون مش معايا تليفون. عايز اقول الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. مين معايا؟ مهندس مطر جمال من السعوديه. لا انا اسف الصوت بعيد شويه. مطر جمال من السعوديه. استاذ مطر ازيك؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل. معاك حماده طلبه ومعاك محمد خليفه. كابتن طلبه ازيك؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ كابتن خليفه ازيك؟ ازي حضرتك يا جماعه احنا مش عارفين نشكركم ازاي، وانت بالتحديد يا كابتن طلبه عملت موسم كبير ورائع. كنا بنحتاج لك في اي مكان كنا بنلاقيه. ربنا يخليك. يعني انت من اللعيبه اللي فعلا فرقت معانا السنه دي، ودي حاجه يعني ما تزعلش لما حد يقول لك انت ما كنتش بتلعب باك شمال، ما كنتش بتلعب باك، بالعكس انت كنت مسمار الفرقه. والله يا استاذ مطر انا بقول طبعا انا لسه قايل الكلام ده. انا تحت امر نادي الزمالك، اذا كنت قاعد والله او ماشي ده شرف كبير ليا اللي انا حققت مع نادي الزمالك اللي انا عاوزه. بس انا كنت طمعان اللي انا ابقى موجود اخد بطولات اكتر. بس انا شايف اللي في ناس زعلانه اللي انا موجود في الفرقه من الجمهور، وبقول لهم يعني انا بقول لك لو النادي مش عاوزني انا من بكره اكون ماشي يعني مفيش مشاكل. انا عايز اقول لك ان احنا ما بنقولش مين يقعد ومين يمشي. احنا بنحبكم كلكم من اولكم لاخركم زي بعض. من اول واحد لحد اخر واحد انتوا كلكم عملتوا اللي كان مطلوب منكم ازيد. ممكن نكون زعلنا منكم في ماتش الاهلي بمنتهى الامانه يعني. صح. لكن طول الماتش او طول الموسم اللي انتوا عملتوه يغفر لكم اي حاجه. بجد كنتوا رجاله وكنتوا على قد المسؤوليه وعملتوا حاجات كتير. ناس قبليكم ما قدروش يعملوا حتى ربعها، وللاسف كانت اسامي كبيره ومش عايزين يعني نفوت في اسامي ثانيه.
ولكن انتوا اكيد عارفين احنا قصدنا مين. لا انا بقول الحمد لله كتر الف خيركم ربنا من اولكم لاخركم، واللعب زي ما لعبش، وكفايه روحكم الجميله، وكفايه محمد شعبان اللي كان بيعمله وهو قاعد، وكفايه انت لما كنت حتى بتقعدوا احتياطي بجد ما كناش حاسين مين احتياطي. صالح موسى برضه انت شايف صالح موسى امبارح يا استاذ مطر، الراجل كان ما كانش بيلعب بصفه اساسيه ولعب امبارح وعيط، والصراحه دي كانت اصعب لحظه بالنسبه لنا لما صالح موسى عيط. وبقول لك انا النهارده انا معرض ان انا اكون بره او جوه، بس انا بقول له ما تزعلش، انا بقول لاي لاعب انت هتمشي من نادي الزمالك بغض النظر عن الناس حابينك او مش او بتحبك، انت ماشي رافع راسك، انت اخد بطوله ديت حاجه بقول الحمد لله بعد 12 سنه زي ما انت لسه بتقول ما فيش حد حققها، لعيبه كبار كانت موجوده في نادي الزمالك وما حققوش البطوله ديت. انا بقول لك الحمد لله، انا ان شاء الله متفائل بامر الله اللي احنا في بطولتين جايين لازم نحققهم لجمهور نادي الزمالك، ده هتبقى مسيره للبطولات باذن الله يا استاذ مطر. ان شاء الله يا كابتن حماده، وعايز اقول لك ان انتوا كلكم عندنا زي بعض، اذا كان في حد بيكره لكن احنا كلنا في الاخر بنحبكم. انتوا عملتوا حاجات في ناس بتدفع فيها ملايين وكانوا بيتنططوا علينا وما كانوش بيتمرنوا وما كانوش بيجوا الماتشات المهمه وبهدلونا معاهم. الحمد لله. خيركم، فرحتونا بعد 12 سنه، فرحتونا بعد 12 سنه، يعني مش عايزين نقول لكم احنا حاسين بايه. كتر الف خيركم من الاول للاخر. حبيبي يا استاذ مطر، واهم حاجه تقول ايه الكابتن محمد خليفه برضه؟ احنا كان نفسنا نشوف الخليفه بس معلش ان شاء الله ان شاء الله ترجع تاني. لا الحقيقه انا امبارح ما اتفرجتش عليه، انا عارفك، انا شفت لك كذا تمرين لما كنت موجود في مصر، فما شاء الله من اللعيبه اللي ان شاء الله هيكون ليها دور كبير جدا مع الزمالك باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ مطر. بشكرك جدا يا استاذ مطر، واتمنى ان انت تبقى متابع معانا بقيه الحلقه ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك جدا يا استاذ مطر. مع السلامه. الله يخليك، مع السلامه. ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك بلانكو اف ام، وكلمونا على 010 936 3878 ده رقمنا. تتمنوا مين ينضم للزمالك الموسم الجاي؟ هو في حد بعد اللعبه دي؟ مين من الاسماء اللي انتوا شايفينها هتكون موجوده في الزمالك؟ والله ده طبعا مش حاجه مش بتاعتنا احنا، دي بتاعت مجلس اداره وبتاعت المدير الفني. انا بقول اللعيبه اللي جت كلهم لعيبه كويسه، والنهارده اتمرنوا معانا. عندك محمد جمعه اتمرن، شريف، مكي، وكهربا وسالم ومحمد ابراهيم. بصراحه النهارده الراجل كان مبسوط منهم جدا. الناس بتتمرن، الناس بدات تتمرن الحمد لله. يعني انا شايف اللي هم يعني دخلوا الفرقه بسرعه. يعني شوف اول يوم بالنسبه لهم انا شايف اللي هم دخلوا الفرقه بسرعه. يعني كهربا ده جاء اول يوم عمال يهزر ويضحك، وامبارح معاكم في الدوري. لا واللعيبه كلها النهارده يعني استوعبوا كلام الراجل كمان بسرعه. يعني انا شايف التمرين الراجل كان ليه طبعا. انا واحد من الناس وكذا لعيب اخذنا وقت مع الراجل عشان نعمل له فكره، يعني ناخد نحقق له اللي هو عاوزه. طبعا انا شايف اللعيبه ديت. يعني انا واحد من الناس النهارده بتكلم كام لعيبه هو عاوز كده عاوز كده. النهارده نونو يقف مع كابتن علاء، يقف مع اللعيبه يقول لهم هو عاوز كده. اللعيبه استوعبوا بسرعه، وانا شايف ان هم ادوا اللي الراجل كان عاوزه النهارده بشكل كويس جدا. وبقول لهم انتوا لعيبه كويسه ان شاء الله، وهتشيلوا نادي الزمالك وان شاء الله باذن ربنا يكرمكم. طيب هاخد تليفون اقول له مساء الخير. مساء الخير. مساء النور، مين معايا؟ علاء جميل. ازيك يا علاء؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا علاء، انت على الهوا تقول لي الكابتن حماده طلبه والكابتن خليفه. بنقول له انتوا شرفتونا قوي، وانا بصراحه معجب باداء الكابتن حماده طلبه ومن اول السنه لحد اخر السنه. وبنقول له ما تزعلش وما تاخدش ببالك، انت لاعب كبير وشرفتنا، واللعيبه كلها شرفتنا النهارده الموسم ده قصدي. والكابتن محمد خليفه باين عليه يعني ان هو ان شاء الله هيكون لاعب جامد جدا يعني. ربنا يخلي حضرتك، شكرا. بشكرك جدا، واتمنى ان انت تفضل متابع معانا بقيه الحلقه. بشكرك جدا، مع السلامه. لسه مكملين معاكم الحلقه، وكلمونا على 010 936 3878 وعلى صفحتنا على الفيسبوك بلانكو اف ام. لسه برضو كنا بنتكلم على اللعيبه اللي شاركت النهارده في التمرين، وانها اندمجت بسرعه مع اداء مع الاداء مع مستر فيريرا في التشكيل. انا اكتر واحد النهارده شفته بصراحه كويس على الجون قوي ما شاء الله مكي. مكي لاعب كويس جدا وهيفيدنا ان شاء الله.
لعيب فكره عالي جدا بصراحه، وهداف يعني ما شاء الله. هو حاجه كمان هتبقى حاجه كويسه مع باسم. واللعيبه اللي كلها اللي لسه بقول لك، اللعيبه كل اللي جايه لعيبه كويسه جدا يعني ما شاء الله. عندك شريف وجمعه دول لعيبه كويسه. طبعا هيشيلوا الضغط عني شويه لو انا كنت موجود او بره يعني. لعيبه محترمه، وبقول لهم ربنا يوفقكم، وفي لعيبه ثانيه جايه ان شاء الله يبقى لها دور كبير. ومع اللعيبه بقى القديمه ان شاء الله نقدر ندخلهم ندخل مع بعض بسرعه يعني ان شاء الله. وعشان في افريقيا جايه طبعا في لعيبه ديت تأييد افريقيا، نقدر ان احنا نلم بعض باذن الله. بطوله مستنيينها برضه، بطوله كويسه، وبطوله خلي بالك اصعب من دوري الابطال يعني. انا شايف ان هي اصعب من دوري الابطال. خليفه لو هتطلع اعاره تفضل نادي ايه؟ لا طبعا يعني اي نادي اكتسب فيه خبره. نادي الزمالك يقول لي عليه روحه، فهو اكيد افضل يعني. نادي الزمالك اكيد عارف مصلحتي فين وهو بس انت شخصيا اكيد حابب نادي معين نادي تلعب فيه. لو لا يعني لو هتطلع اعاره يعني شفنا اوباما مثلا واحمد سمير وكذا حد طالع الاسماعيلي، قمر راح سموحه. انا بحب اروح مع الكابتن عيد يعني. الكابتن عيد حرس انا مع الكابتن عيد في اي حاجه، لو بيروح مع الكابتن عيد. طب لو رجع ليبيا هتروح ليبيا؟ اروح مع الكابتن عيد. طيب التليفون. طيب لا مفيش تليفون. رحتوا لعيب الكونغو، لعيب ليوبار اللي وقع واتصاب، ما رحتلوش؟ لا طبعا في لعيبه راحت بصراحه. في لعيبه راحت. عندك حازم امام عشان هو كابتن الفرقه، كان اول واحد عنده تاني يوم. وطبعا بشكر مجلس الاداره اللي هو واقف جنب اللعيب ده بصراحه. طبعا كلهم عنده طفل 10 شهور. لا خلي بالك اللاعب ده انا هحكي لك موقف. انا بالنسبه لي انت بتلعب عليه؟ انا لعبت عليه. انا هحكي لك موقف بالنسبه له. هو حظه وحش مع نادي الزمالك السنه اللي فاتت. لعبناهم رايح جاي، او السنه اللي قبلها. كان السنه قبل اللي فاتت. لعبت انا الماتش اللي هناك دوت. كنت بلعب عليه. كان ساعتها انا ومحمود فتح الله. وبصراحه كان اول ربع ساعه كان تعبنا جدا. كان لعيب ممتاز بصراحه. وطبعا كنا في رمضان والجو والاجواء كانت صعبه بالنسبه لنا. كنا معظمنا يعني بصراحه مش عايز اقول لك كله صايم، بس معظمنا كنا صايمين. جاله مزق في العضله الخلفيه قدامكم. اول بالظبط 10 دقائق جاله مزق في العضله الخلفيه، وكان مغير. الماتش اللي عوده اللي هنا كنا في الجونه، وكان بيلعب الماتش. كنا برضه عاملين له حساب. انا كان طبعا كانت ركبته ضايعه، ورمه يعني بطريقه مش ممكن يعني. هو حظه وحش جدا مع جدا. هو بقى هو المشكله عليك ان حظه بيه مع الكابتن حماده. الكابتن حماده بيديله واحد وانا كان عمل امرك دوره قبلها دي مفيش خالص. لا والله بس هو لعب كويس جدا ولاعب ممتاز. بس طبعا بنقول الحمد لله. طبعا الواحد كان الوقعه صعبه بالنسبه لي. انا شفت شكله يعني. شفت بعد الوقعه انا شفت منظره بصراحه بعدت. كان في لاعب رقم 12 او حاجه زي كده دوت كان بيعيط عليه في الملعب. قعد يشاور لي بايده كده. وبصراحه انا شفت المنظر اترعبت. بس اللعيبه انا بشكر اللي بقول لك زي ما قلت لك. بشكر مجلس الاداره اللي هو ساعد اللاعب دوت وما سابوش. وبشكر حازم امام طبعا اللي هو راح وزاره. وبعض اللعيبه راحت زارته بصراحه. وبقول له ان شاء الله ربنا يكرمك وتقوم بالسلامه باذن الله. طيب هاخد تليفون كمان اقول الو مساء الخير. مساء النور. مين معايا؟ انا فاطمه ابراهيم. ازيك يا فاطمه عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. فاطمه انت على الهوا على طول. معاكي حماده طلبه وحماده خليفه. انا احب اهنيكم كلكم واهني الكباتن وجمهور نادي الزمالك كله على التوفيق. واحب اقول لكابتن حماده سيبك من التعليقات اللي كانت لسه بتتقال دي. انت نجم النادي يعني، ويا رب على طول تكون معانا. ربنا يخليك. انت قدمت كتير جدا في الدوري ده، فمفيش شخص ناجح الا لما يكون عنده ناس بتنتقده. طبعا. واحب اقول لكابتن خليفه يعني احنا لا فاطمه صوتك راح فين؟ فاطمه الو. ايوه سامعني كده؟ ايوه كده كويس. ايوه كملي يا فاطمه. واحب اقول لكابتن خليفه انت نورتنا واحنا سعداء جدا بانضمامك لينا في ماتش امبارح ده، مع انه كان دقايق قليله بس الجمهور كله والناس كلها معجبه بيك. بس اكل الجو يا فاطمه. ويا رب اكل الجو كله يا فاطمه ان شاء الله. يا فاطمه نعم اكل الجو كله. ده هو اللي قطع التورتايه في الاخر. اكل الجو كله. واحب اقول لك ان معجباته اكتر من معجبينه. يا سلام.
بقول لك ايه يا فاطمه، انا مش هعرف اكلم خليفه خالص تاني، انا مش هعرف اكلمه، ده هو ممكن ينزلني من العربيه. لسه راجعين مع بعض. بشكرك جدا يا فاطمه. لا وربنا يفرحكم ان شاء الله ويسعدكم زي ما فرحتونا. ربنا يخليك يا فاطمه. بشكرك جدا. مع السلامه. خلاص خلاص مش هنعرفه تاني. معجبات من دلوقتي ده بدات كده. محمد انت 20 سنه تقريبا. عارف كل الكلام ده حاجات كتير عليا والله. انا لسه لعبت بس 25 دقيقه. ايوه كده عايزك تقول الكلام ده، هو كان فرحان بالكلام ده والله. كل الكلام ده حضرتك يعني حاجه كبيره من نادي الزمالك ان هو بيقول لي الكلام ده عليا، بس ان شاء الله يعني اللي جاي احسن. و يعني لسه عايز اقول يا جماعه ان محمد خليفه اول ما دخل يا جماعه والله النهارده مكان استدهاد بلانكو اول حاجه طلبها انا عايز اصلي العشاء. فقعد فعلا صدر العشاء واضح جدا ان هو يعني لعيب خلوق مؤدب مكسوف جدا، مش من اللعيبه اللي تبقى مغروره وقاعده بقى انا لعبت الناس كلها بتتكلم عليا، مع ان حماده طلبه قاعد جنبه كل ما يتقال كلمه حلوه يروح نازعه. لا والله ده حبا مش اكتر من كده، يعني استمرارا للكلام الحلو اللي بيتقال على اللعيبه او الروح الحلوه اللي بيتقال على اللعيبه اللي موجوده. فواضح ان في حب متواجد ما بين او حب متبادل ما بين اللعيبه دي كلها. فبالتالي حماده طلبه لما بيعمل كده مع خليفه عايزه للاحسن، مش عايز يخش فيه حته الغرور او يخش في سكه النجم الكبير، مع انه لسه نجم صغير وصاعد وهيبقى حاجه كبيره في سكه نادي الزمالك. عايز اقول تاني مساء الخير. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. مساء النور. مين معايا؟ معاك خالد من سوهاج. ازيك يا خالد من سوهاج؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله. معاك حماده ومعاك محمد خليفه. سلم على كابتن وكابتن محمد خليفه. حبيبي يا نجم. حابب تقول لهم ايه؟ بقول لهم قدمتوا موسم رائع والجيت ان شاء الله تكون اكثر ان شاء الله باذن الله يا نجم. احب اقول كابتن محمد طلبه هو مكمل مع الزمالك ولا رايح اعاره؟ الناس عاوزاني امشي يا عم امشي. الو. مبروك على الدوري. الله يبارك فيك. بشكرك جدا وخليك مكمل معانا. خلاص فاضل لنا دقايق ونختم الحلقه النهارده. بشكرك جدا. مع شكرا. مع السلامه. كلمونا يا جماعه وابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك لايك اوف ام، وكلمونا على 010 936 3878. تليفونات. طيب نقول الو مساء الخير. مساء النور. مساء النور. مين معايا؟ انا كابتن مصطفى من المعادي. ازيك يا كابتن مصطفى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. معاك كابتن حماده طلبه وكابتن محمد خليفه. وفيلم انا بذكر طبعا برنامج بلانكو طبعا من احسن برامج الزمالكاويه اللي بتجيب حق الزمالك طبعا. وعايز اكلم بالنسبه للكابتن احمد يعني استاذ احمد سعيد، عيب قوي اللي الرئيس بتاعنا بجد ربنا يحميه لنا بجد. مستشار مرتضى منصور موفر لنا كل حاجه بجد. تمام. وبقول لمحمد خليفه بالسلامه ما شاء الله عليك، ربنا يحميك يا ابني بجد. انت تعبت تلت ساعه الكل بيتكلم عليك بجد، انت ليك مستقبل كبير قوي. ربنا يخلي حضرتك. شكرا جدا بجد. يعني انت ان شاء الله يعني الكل بيقول عليك خليفه محمد ابراهيم. دي شهاده. وبالنسبه للكابتن حماده طلبه ببارك له. حبيبي ربنا يخليك. انا بسمع حاجه. الو. ايوه سامعينك كابتن معاك. وبقول يعني ان شاء الله الزمالك ان شاء الله يكون في احسن حاله ان شاء الله. وعايز اعرف بالنسبه لحمودي وشيكابالا والصفقه الافريقيه ايه اخبارهم؟ هو شيكابالا لسه في مشاكل عليه لحد دلوقتي، يعني مش حاجه اكيده لسه، لكن حمودي خلاص بنسبه 95 يعني 95% في نادي الزمالك الا اذا ما كانش تم خلاص. طب والمهاجم الافريقي؟ ما حدش يعرف عنه حاجه لسه. لغز. طب انا في سؤال بقى صغير بقى. اتفضل. كده الزمالك عنده 24 لاعب، هيمشي مين؟ قلنا 10 لعيبه في اول حلقه، يعني خالد قمر اعاره، احمد عيد عبد الملك ماشي، هقول لك مين تاني هم، احمد علي ماشي، عبد الله السيسي ماشي، محمد عبد المجيد ماشي، يوسف اوباما اعاره، محمد شعبان راح المقاولين، احمد سمير الاسماعيلي اعاره، صالح موسى. انا عايز اسال سؤال. طيب عايز اسال سؤال، يعني انا راجل بتكلم بحق ربنا يعني. تمام. كابتن احمد سمير على قد كده كان راجل محترم وكان كويس، ليه يمشي؟ هو لسه صغير بصراحه والله لعيب كويس جدا. نفس علامات الاستفهام اللي 90% من الزملكاويه بيسالوه.
بص يا استاذ طب علامة مصطفى، استفهام، ازاي كابتن احمد سمير يقعد وكابتن حماد طلبه كابتن احمد سمير يمشي وكابتن حماد طلبه يقعد؟ يعني كابتن احمد سمير يمشي وكابتن حماده طلبه يقعد. كابتن احمد سمير لا يعني العكس. ازاي؟ بقول لك ازاي يمشي احمد سمير لسه صغير 21 وكابتن حماد طلبه 35 سنه يقعد. 35 سنه يا عم، انت لا لخبطت لي كده حماده يعني. صغير مش كبير. انت كام سنه يا حماده؟ لا انا 32 يعني. لسه 32 سنه. 32 زي مواليد 81. لا مش 81. وكابتن نفسي تركز على اخطائك يا كابتن. تمام. يعني اخطائه، يعني كابتن بيعمل فاولات طبعا قدام منطقه كتير، يعني بص يا لازم أستاذ الكابتن مصطفى. يركز شويه عشان يكمل في الزمالك. بص يا استاذ مصطفى اقول لك حاجه. اتفضل. انا طبعا انا بقول لك ان انا لعبي عنيف شويه ولعبي فيه عنف شويه، بس انا بصراحه بحب العب بعنف. ليه؟ احنا معظم فرقتنا كان عنده يعني كلهم معظمهم صغيرين، وانا من الناس اللي انا بحب العب برجوله في الملعب. لما لعيب بيشوف ماشي انا معاك طب سيبني اكمل. وانا انا اكمل. انا عملت فاول في اخر الماتش، هو فعلا كان فاول خطا بالنسبه لي، بس اي انسان معصوم من الخطا. انا بالنسبه لي فاول احمد الشيخ يا كابتن. لا فاول احمد الشيخ ده اقسم بالله ما فاول، انا باقسم بالله ما فاول. طب ما بص ماتش الاهلي بقى، ماتش الاهلي بالنسبه لي انا، ماتش الاهلي كره حسام غالي، وبتبص على الفيديو تاني او بص على الماتش تاني، حسام غالي شددني من كتفي، يعني شددني من كتفي، ما اتحسبتليش فاول زي الكوره اللي اتحسبت عليها علي جبر. لما انت ممكن تقول على علي جبر بقى ما عامل خطا صعب وجه منه جون، انت فاهم قصدي؟ انا بالنسبه لي الخطا ده كان سؤال يا كابتن. اتفضل بصراحه يعني اتفضل. لو دلوقتي يا كابتن احنا دلوقتي 24 لعيب وفاضل لعيب واحد، بغض النظر هيبقى حمودي هيرجع شيكا مهاجم افريقي، لو الزمالك قال لك يا طلبه بجد بنشكرك وكده، رد فعلك يا كابتن؟ واقسم بالله همشي، اقسم بالله. طب انت حابب تعتذر في الزمالك يا كابتن ولا؟ انا هدفي في نادي الزمالك عشان بس يعني حتى لو انا قاعد السنه ده ومش قاعد انا نادي الزمالك بالنسبه لي انا نفسي، انا محقق بطولتين زي ما انا قلت لك، بطولتين كاس مصر. اتفضل. بطولتين كاس مصر وبطوله دوري ونفسي احقق معاهم بطوله افريقيا. انت عارف ديت انا وبالنسبه لي اخدتها، انا اول واحد اقول السلام عليكم وامشي. بس بالنسبه برضو لما انت سالتني سؤال، لو انا نادي الزمالك دلوقتي قال لي شكرا والله العظيم همشي. خلي بالك انا بفضل الله وده فضل ربنا الاول وفضل نادي الزمالك على حماده طلبه، اللي انا جاي لمعظم انديه الدوري جاي لمصر وجاي لاسماعيلي وجاي لسموحه وجاي لانبي وجاي انا مش جاي للاهلي، بس بقول لك انا جاي. حاجه يا كابتن، انت لعبت مع شيكا طبعا، لعيب محترم. شيكا لا تصدق ممكن عقودك في الزمالك تتوقف اللي شيكا يقعد او يمشي. والله العظيم انا اول واحد امشي، والله اول واحد امشي. وخلي بالك انا مش انا بالنسبه لي انا بتمنى ان شيكا يرجع. طيب كابتن مصطفى، يمكن انا بشكر حضرتك على تليفونك، واعتقد ان اخر حاجه احمد سعيد ده، طب تفاوضوا على الزمالك، طيب يعني ايه رد فعلكم؟ اخر حاجه احمد سعيد ايه؟ احمد سعيد اللي هو بتاع السي ار تي ده. لا هو خلافه الشخصي مش مع الزمالك، هو خلافه مع مرتضى منصور او لا هو قال رئيس الزناطير. طب يعني هو احنا زناطير؟ انت يعني حضرتك اكيد بتدخل على الفيس وعارفين الاهلي. ما يعني احنا جمهور نادي الزمالك، الزناطير يردوا. بس بصراحه هو المستشار مرتضى منصور ان شاء الله عشان قبل ما اقفل حمودي ان شاء الله خلاص 95% في الزمالك. ده كلام اللي بيتقال من مجلس اداره نادي الزمالك. وفي مهاجم سوبر افريقيا حضرتك اخر كلام؟ ده كلام برضه مجلس اداره نادي الزمالك. اتشرفت بحضرتك، اسف على التطويل. لا خالص يا كابتن مصطفى، بشكرك جدا. مع السلامه. يمكن اعتقد ان المكالمات يمكن هي التقييم، هي بتقيم. يمكن مكالمه كابتن مصطفى تاخد دسمه شويه فيها. لا هو فعلا هو عنده مشكله. انت عندك النهارده المشكله انت مرتبط بقايمه. مشكله في الزمالك. طبعا. تمام. لا مش بتكلم على، هي مشكله اللي عندك القايمه 25 لعيب. تمام. وفي لعيبه لازم جايه ولاعيبه لازم تمشي. تمام. انت السنه اللي فاتت ما تنساش ان في 5 تحت السن. يعني كنت لسه اقول لك النقطه دي. انا ويوسف من الناس اللي هو وشيكا طبعا الناس اللي تحت السن يعني ما تحسبهمش في القايمه. مش يعني في هي المشكله اللي قبل النادي. هو كده هي المشكله اللي مقابله النادي. انا اوباما في تحت السن. اللعيبه وعبد المجيد كمان. لا عبد المجيد في اللي هم قائمه اللي كانت على السنه اللي فاتت. يعني بص اقول لك في القائمه الجديده ما يتقعدش في 5 تحت السن، يتقعد في الكبار. يعني انا اوباما بص انا اوضح لك حاجه بس اقطع خليك. اتفضل. اللهم صل على النبي. عندنا مشكله في افريقيا. النهارده انت مشيت كام لعيب؟ تقريبا 10. وكم واحد متقدم في افريقيا؟
6 أو 8 منهم منهم لا تقريبا 8 لعيبه. انت عارف انت النهارده كام لعيب من اللعيبه اللي قدام اللي بتقدم في افريقيا؟ ما هو نفس المشكله زي ما قلنا قبل الحلقه، نفس المشكله 11 لعيب 11 لعيب. انت لو الراجل ما سفرش اللعيبه الجداد، في لعيبه مش جاهزه تمام، هيسافر بكام لعيب؟ ثواني، ما هو لو سافر باللعيبه كده اصلا محدش هيلعب غير بعد التأييد، بعد يوم 4. ما في ناس هتأيد، ما هو بعد يوم 4. لا تأيد احنا النهارده ايه؟ 5. لا معلش انا بس لا صح، انت صح. انا بوضح لك صوره، انا بقول لك انا لو انا مشيت انا مفيش مشاكل بالنسبه لي ان انا امشي، اقسم بالله. هو الفكره مش انا بس انا عاوز بص يا جيمي، بص انا عاوز اوصل لك حاجه. احنا النهارده الراجل اللي بيقول لك هيسافر ب 11 لعيب، 11 لعيب اللي متأيدين في افريقيا، وجاي 6 متأيد عليهم، يبقى كام؟ 17 لعيب. النهارده خلي اللعيبه اللي هي جايه جديد دي ما فيش حد فيهم، يعني هنقول ايه، كهرباء عشان جاهز ومش عارف ايه، ما فيش حد فيهم جاهز. هيسافر يعني خلوه مثلا لو حد جاهز مش ماشي مع مش هيقدر، لسه ما انسجمش مع الفرقه ولا الكلام دوت. خلي حماده طلبه كمان مشى، هتلعب ب 10 لعيبه، تمام قصدي؟ وعندك مشكله كبيره جدا جدا احنا قابلناها مع الكابتن ميدو. كابتن ميدو لما كنا بنلعب فيتا كلوب بالظبط كنا كام لعيب؟ 13 لعيب. لا ما كان ميدو وبعد كده كابتن حسام حسن. لعبنا رحنا بنلعب فيتا كلوب في اسكندريه 13 لعيب. صح. بص بقى مين على الدكه: اسلام جمال مصاب، ياسر ابراهيم خلفيه، الشناوي محطوط لاعب مش محطوط جون، يعني محطوط لاعب. صح. حتى ميدو كابتن ميدو قاعد يبص على الدكه كده عاوز ينزل لعيب مش قادر. مفيش حد. قام الشناوي قام يسخن عشان كان هينزل فرود ساعتها، كان الشناوي هينزل فرود. طبعا عانينا جدا في الماتش، كان في لعيبه مصابه ولاعيبه تعبانه وما كناش قادرين. وقابلت الكابتن حلمي طولان بعد كده. طيب يعني دي اعتقد انها مشكله اداريه، بس لسه هنتكلم عليها حماده. بس هاخد التليفون اللي معايا ده، معايا على تليفون مدير راديو بلانكو مستر تامر فاروق. تاجر مساء الخير. مساء الفل يا جيمي، ومساء الفل على كابتن حماده طلبه ربنا يخليك يا استاذ، ومنورين راديو بلانكو، والف مبروك بطوله الدوري، ومتشكرين ليكم اللي انتم فرحتونا، ومتشكرين للروح العاليه قوي 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 في نادي الزمالك اللي كلنا شايفينها. ربنا يخليك يا استاذ تامر. سامعني يا جيمي؟ انا سامعك يا تامر، اتفضل، انا سايب لك المايك براحتك، اتفضل. انا مستمع صوت كابتن محمد سليم. انا عايز اقف عند صوره لفتت انتباهي جدا، عكستني يا جيمي مدى الحب اللي جوه نادي الزمالك، وعرفت من خلالها احنا فعلا ماشيين على الطريق الصح. الصوره دي كانت في ماتش طلائع الجيش، بعد الماتش تقريبا، لما شفنا مين اللي شايل كابتن فريرة، عبد الله سيسي. عبد الله سيسي اللي المفروض يبقى اكتر واحد قافش على المدير الفني ان هو ما بيلعبوش، هو اللي شايل مستر فريرة وبيجري بيه، وقمه الفرحه اللي هو فيها خلاص كنا بنسبه كبيره حسمنا بطوله الدوري. فبجد انا لو في صوره جميله قوي يعني سببها خدنا بطوله الدوري، فهتبقى الحب اللي ما بين اللعيبه دي، وحاسس بينهم فعلا ان هم بيحبوا بعض جدا، وده كان سبب رئيسي ان بطوله الدوري تبقى قريبه ما تبقاش بعيده. ومره ثانيه انا بشكركم وبقول لكم انتم منورين بلانكو، نتمنى يا رب تبقوا معانا على طول، تبقوا بلانكو على طول، نتمنى بطوله افريقيا بقى وكل البطولات اللي في العالم كده تحققوها لنا ان شاء الله. وعاوز اعرف رايكم بقى في اغنيه كله يرقص، يعني يمكن الاغنيه كان كابتن علاء عبد الغني كنت بعتها له يوم ماتش الطلائع، قال لي انا شغالها في احنا رايحين فعلا. لا هو شغلوها فعلا في الاتوبيس. لو بيدرو قعد اللي هو المساعد بتاع الراجل قاعد يدور عليها كتير قوي عشان يرقص. بعتها له على الساعه بتاعتها. هي بصراحه لها اغنيه جميله جدا والله. وكمان يا مليكي انا عايز اسمعهم يا جيمي بقى اغنيه مليكي وقول لنا رايهم. سمعتها له بعد الهوا. لا سمعتها من جيمي، جميله جدا والله. دمه خفيف قوي. دي اغنيه دي يعني اغنيه فارقه كتير، ومليجي يعني بذل فيها مجهود جميل علشان خاطر تطلع بالشكل ده، وبجد يعني انا متشكر ليكم جدا، ومتشكر ان انتم شرفتونا النهارده. ويا رب تفضل الروح دي في نادي الزمالك يا رب، هي الشيء الاساسي، يمكن انا براهن عليها من اول يوم، هي الشيء الاساسي في عوده البطولات، الروح الجميله اللي ما بينكم كلكم. بشكرك جدا يا تامر، وبشكرك جدا على تليفونك، واتمنى ان انت كنت تكون موجود معانا يعني.
ان شاء الله باذن الله موجود معاكم بكره كمان باذن الله. معلش هاجي النهارده بس موجود معاكم بكره ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا يا كابتن وعقبال البطولات الجايه ان شاء الله. متشكرين جدا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. لسه برضه مكملين كلامنا معاكم في التوال في كلام الليل. بس يعني هكمل برضه اخد تليفونات يعني بسرعه في اخر 5 دقايق من الحلقه. الو مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ ازيك؟ معاك محمد من الشرقية. ازيك يا محمد؟ اتفضل. معاك كابتن حماده وكابتن خليفه بسرعه. بمسي طبعا كابتن حماده وكابتن، وبقول للناس اللي عماله تقصى على كابتن حماده ده ما ينفعش. مش معنى انه له بعض الاخطاء ان احنا نقصى عليه بالطريقه دي. وكابتن حماده لاعب مهم جدا في الزمالك، ولاعب ممكن توظفه في اي مكان ينفعك لو في اصابه حصلت او اي حاجه. وبالنسبه للموضوع احمد سعيد الاستاذ اللي اتكلم قبله ده، والقناه اتقفلت يعني ما يعني ايه بسبب القناه ما اتقفلتش. القناه لسه يا جماعه موجوده. لا القناه اتقفلت من شويه. هو طلع من شويه على القناه، اول ما طلع يا دوبك ما فيش دقايق اسودت مره واحده. قناه CRT هو طلع على الهواء تاني النهارده؟ طلع النهارده وبعد دقيقتين بالظبط من طلوعه القناه اتقفلت خالص، اسودت نهائي. يمكن عشان كده كان طلع اتكلم كابتن مصطفى قبلها، واحنا يعني احنا كنا على الهواء مش شايفين للاسف. بس هو فعلا كان الخلاف ما بينه وما بين المستشار مرتضى منصور. لا هو الخلاف ما بينه يعتبر هو دخل جمهور الزمالك في الموضوع، لان هو يعتبر شتمنا يا جماعه. تاني برضه يعني هو ما بين الزمالكين دول. معلش حتى لو طلع لو احنا مش زناطير، بس لما يطلع عليك اسم ويشتمك بيه ده في حد ذاته اهانه ليك برضه. افتكر ان المستشار مرتضى منصور يعني رد قاطع. هو رباه جمهور الزمالك يعني. هو رباه. وعايز اقول لكابتن محمد خليفه انت هتبقى لاعب كويس جدا ما شاء الله، لان انا شفته من يعني شويه لعب لعبه امبارح ما شاء الله، لاعب جامد جدا. وحتى لو طلع احتراف مثلا او طلع يعني عارة سنة او كذا هيرجع لاعب برضه هيبان له من الزمالك. كابتن حماده طلبه بقول له ما تمشيش واعتذر في الزمالك. حبيبي برضه نظر على الناس اللي بتنتقدوا كتير. بشكرك جدا لتليفونك وخليك متابع معانا. خلاص فاضل 5 دقايق في الحلقه. بشكرك جدا. شكرا. مع السلامه. خليفه عايز اسالك سؤال. دوري 95 اتلغى. تمام. اثر عليك بحاجه؟ اكيد طبعا. يعني ممكن لحسن حظي يعني الحمد لله انا كنت متواجد مع الفريق الاول، بس في لعيبه تانية اصل الماتشات دي كلها كنت بتسوق فيها نفسك، كنت بتلعب فرق الممتاز كلها. فانت لما بتلعب ماتش مثلا ضد فرقه مثلا طلائع الجيش، الرجاء، الاسيوطي، النصر، كان في هناك ناس بيشوفوك فبيطلبوا لاعب ممكن ما كانش يكون ليه محظوظ انه يكون متواجد في نادي الزمالك، ففرقه ثانيه بتطلبه ويقدر يروح لها. فطبعا الحاجه دي ظالمه لناس كتير قوي، احنا خصوصا اللي دور اول واحد بس. طب هكمل تليفونات. هاخد تليفون. مساء الخير. مساء النور. مين معايا؟ احمد. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا جوكر؟ اخبارك ايه؟ حبيبي يا نجم ربنا يخليك يا ابو حميد. الحمد لله. انا عارف ان انتوا خلاص بتقفلوا، بس انا عايز 3 نقط بسرعه كده. تمام. بدايه يعني هو كابتن حماده طلبه الطلب الوحيد منه بس ان هو شويه العنف فعلا. يعني بصراحه لعبه خشن شويه، هو رجولي بس ساعات بيميل للعنف. ده ساعات بيكلفه كروز. الحاجه الثانيه بس عايز اسال كابتن حماده، حضرتك عارف ان البطوله الافريقيه ان الانذارين بنقف ماتش، بعد كده خدنا انذارين بنقف ماتشين. قول كده تاني معلش. تاني كده معلش. مش فاهم. تاني انا سمعتها من عفيفي ان دلوقتي في الكونفدراليه لو خدت كارتين بيتوقف ماتش، لو رجع تكرر نفس اللاعب كارتين تاني توقف ماتشين. ايوه صح ده كلامك صح. احنا عندنا كتير جدا داخلين في المرحله دي. عندك ايمن حفني وعندك كان توفيق وابراهيم صلاح حاجه زي كده. ايوه جميل. يعني انا بس كلمه منك للفريق، انا عارف ان هو صوت بسيط بس احنا محتاجين الناس دي بعد كده، ان احنا ان شاء الله طالعين واحتمال كبير نقابل الاهلي تاني، فمش محتاجين نيجي مشكله الزمالك قبل ماتش الاهلي دايما ده كذا موقوف ده كذا ما عنده الظريف. يعني هل اللعيبه عارفه الموضوع ده؟ بص يا ابو حميد بص يعني انا اسف يا كابتن حماده، بس اكيد ده دور الجهاز الاداري كابتن حماده انور. واكيد طبعا اللعيبه عارفه يعني عارفه الموضوع ده. بص يا احمد انا لسه كنت بتكلم في النقطه. احنا دلوقتي فعلا الفريق ما يعني اتحاد الكوره الفريق مش هيفصل، الفريق هيسافر هيرجع على بطوله كاس بعدها ب 72 ساعه في ماتش كاس تاني ان شاء الله، بعد كده هنسافر تاني التفاقد، وفي الاخر هتلاقي حضرتك رحت لاحق في الموسم الجديد. اللعيبه هتريح امتى؟ انا شايف اللعيبه يعني انت كلامك صح بس احمد يعني. بص انت كلامك صح في اللي انت بتقوله دوت. انا لسه كنت بتكلم دلوقتي مع جيمي بقول له طبعا اللعيبه اللي مشت دي طبعا اللي كنا احنا محتاجينها تبقى موجوده معانا حتى الماتش اللي جاي دوت. الماتش اللي جاي ده خلي بالك ماتش صعب جدا، سفريه صعبه جدا، انا سافرتها حاجه متعبه جدا جدا جدا، وهنرجع مجهدين زي ما بقول لك مجهدين جامد جدا جدا. وانا بقول للناس اللي مشت دي كانت المفروض تبقى حتى موجوده الماتش اللي جاي ده بس.
والله حضرتك صح وما يعني مش عايزك بس تتضايق من النقد الكتير. لا انا خلي بالك، انا بص انا كل سنه بمشي فيها، كل سنه هم بيمشوني في اول السنه وربنا بيكرمني واخد بطوله. يا رب يا عم يقعدوا يمشوني كده، والله العظيم كل سنه يجوا يمشوني اخد بطوله. يا رب يا رب يا رب كده زي ما هم الناس عاوزين امشي اخد بطوله افريقيا يا رب، وبعد كده انا امشي بقى ان شاء الله. بص يا كابتن حماد، انا بس مش هطلع حضرتك، بس والله يا كابتن حماد مشكله جمهور الزمالك ان هو فاهم كوره قوي وان هو بيحب النادي قوي، فعشان كده تحس ان احنا ايوه يا عم. لا انا اعذرهم يا عم، الحمد لله انا شايف انا الحمد لله انا بفضل ربنا عليا اللي انا بشوف في الشارع جمهور الزمالك بيحبني. ده انا بغض النظر بقى عن واحد ما بيحبنيش، انا بشكره يعني، انا بشكره حتى لو هو ما بيحبنيش بيشتمني بيعمل، انا والله بشكره وبقول له يا عم برضه افضل احبك عشان انت بس ايه زملكاوي. بشكرك جدا يا ابو حميد. العفو العفو، كل سنه وانتم طيبين والف مبروك، وان شاء الله الاتصال الجاي نقول مبروك على الكاس اللي بعد الكونفدراليه باذن الله. يا رب يا رب. بشكرك جدا يا ابو حميد. العفو يا فندم، مع السلامه. عايز تقول ايه؟ طبعا احنا كنا عاملين نتكلم كل دوت. عاوز اشكر مجلس الاداره. تمام. مجلس الاداره كنت هديك كلمه في الاخر يعني تسيبك تتكلم براحتك. كنت هسالك على حاجه ثانيه بس. مجلس الاداره ليه دور كبير جدا جدا في بطوله الدوري. طبعا انا لعبت 3 سنين في نادي الزمالك، كنت سنه اعاره وجيت وبعد كده مضيت 3 سنين ومضيت 3 سنين. السنه 3 سنين بصراحه اللي انا لعبتهم في نادي الزمالك، في سنتين عانيت فيهم بطريقه غير طبيعيه، مش انا بس، كان اللعيبه كلها ماديات وكل حاجه تتخيلها كنا تعبانين فيها جدا. اول سنه في نادي الزمالك احس بيها باستقرار، يعني الاستقرار بصراحه في السنه ديت هو اللي حقق لنا البطوله. تمام. مجلس الاداره مش مؤخر حاجه على اللعيبه، اخدين فلوسنا بصراحه كلها، ال 75% من الفلوس اخدينها، لسه نسبه 25% اللي هي المشاركات. المكافاه بيحاولوا يطلعوا لنا الايام اللي جايه ديت، اللعيبه اللي مشت هتاخد مكافئتها. تمام. يعني ده كل ده بيحقق البطوله. يعني انا شايف كل ده وحب اللعيبه مع بعض ده يحقق بطوله. بقول بشكرهم جدا، انتوا تعبتوا معانا السنه دي، وقول المستشار مرتضى منصور انت حاجه محترمه جدا بصراحه اللي انت وقفت جنب نادي الزمالك، وبصراحه انت وشك حلو، بطولات برضو يعني ما شاء الله وشه حلو على النادي. انا شايف عمل حاجات كتيره في النادي ما كانتش موجوده في نادي الزمالك خالص. انا واحد من الناس كنت بجيب مراتي ما كنتش بعرف اقعدها في النادي، ان الوقت اقدر اقعدها. عندي مالك ما شاء الله الوقت، يعني بقول لك حاجات في النادي حصلت ما كانتش موجوده في نادي الزمالك. الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه، اصلا في مديونيات كتير كانت على النادي. المستشار مرتضى منصور قدر يحل كل المشاكل ديت. طبعا انا بشكره وبقول له ان شاء الله في مزيد باذن الله. انت محترم وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك بامر الله. اصعب المواقف اللي مرت عليكم انتوا كزملكاويه وكلاعيبه في خلال الموسم اللي فات ده؟ اخر سؤال بقى عشان نختم الحلقه. والله اصعب مواقف طبعا هو بطوله الدوري ده، انت عارف اللي هي كانت طويله جدا، يعني اطول دوري انا لعبته في حياتي، وللاسف هو ده السبب في ان مفيش راحه هتحصل. ما هو ده اللي مزعل الظروف، هو ده اللي مزعله. ده اللي مزعله جدا جدا. اللي انا بيقول انا ما بعرفش، انا اول مره اشوف دوري مفيش لعيبه بتريح فيه. حتى هو حاول يعمل استشفاء للعيبه 11 شهر تقريبا. طبعا دوري طويل جدا. يمكن سبب كده مشكله الدفاع الجوي. هو ده السبب الرئيسي. بس انا بقول لك الراجل بصراحه قدر، عشان راجل خبرته كويسه ومدرب كويس، قدر اللي هو يدور اللعيبه بشكل كويس. كله لعب، كله ادى بشكل كويس. واللي كان بيلعب زي اللي ما بيلعبش، يعني حتى اللي بيبقى بعيد خالص بينزل يأدي. يعني خليفه بقى له فتره ما لعبش خالص، اول ماتش يلعبه اوباما كمان ونزل ادى بشكل ما شاء الله، شكله محترم. اوباما سيسي نزل كسبنا الصفاقسي بالظبط. احمد علي، صالح موسى امبارح بيأدي بشكل، انا كنت مبسوط امبارح بصالح موسى، اقسم بالله صالح موسى امبارح ما شاء الله كان طول الماتش. طبعا هو بقى له فتره ما لعبش، النفس مش حاضر شويه، حتى الراجل طلعه في اخر ماتش، بس بقول له انت قضيت ماتش كويس وبشكرك يا صالح، انت لاعب مجتهد ولاعب محترم. امتى حسيتوا ان الدوري هيعمل ايه ليكم؟ لا انا ما حسيتش والله العظيم ولا لحظه ان الدوري هيضيع. يعني انا كنت عندي يقين في الله ان احنا ناخد الدوري وهنحسمه، واللعيبه كلها كانت حاسه بكده. طبعا اي ما فيش حد بيكسب على طول. ريال مدريد جايبين لعيبه بملايين وبيخسروا وما اخدوش بطولات كمان. احنا في ظل الظروف اللي كانت صعبه، في ما فيش جمهور وما فيش عارف ايه، طبعا قدرنا نحقق بطوله غايبه عن نادي الزمالك بقى لها مده طويله. انا بشكر الجمهور، وان شاء الله باذن الله ترجعوا المدرجات تاني، وان شاء الله ونفرح معاكم باذن الله وناخد بطولات بامر الله. خليفه تقول ايه؟
انا بس احب اشكر حضرتك الناس اللي ما حدش يعني اللي هم المسؤولين عن اوضه غرف الملابس، ميلا وابراهيم وفولي بصراحه الناس برضه وجوجو وماده. واحب اشكر برضو الدكتور عمرو المطراوي واخ سعيد سويلم عشان بيزعل، سعيد سويلم وزلزال وابو عزه، ويعني الناس دي بصراحه حضرتك بتتعب اكتر ناس مش هتخلص بقى كده. اكتر ناس حضرتك بتتعب يعني، وبنحب اشكرهم وبس كده. ومبروك لجمهور نادي الزمالك، وان شاء الله اللي احسن ان شاء الله. فاجئتوا بمنظر جمهور نادي الزمالك في ملعب والله العظيم اقسم بالله، خلي بالك مش طلبه بس، كل اللعيبه بلا استثناء لما شافت الجمهور معظم اللعيبه دمع، ويعني والله معظم اللعيبه دمعت. انا ما كنتش مصدق الجمهور نادي الزمالك بالكميه دي. الهايبر اللي فيها اسلام جمال والله لا اسلام جمال هو مهايبر على طول، هو مهايبر لوحده. لا بس والله العظيم اسلام ده وجمال برضه ودودار لاعيبه محترمين جدا ومجتهدين. دودار انا بالنسبه لدودار واسلام جمال صراحه الاثنين دول كانوا بيتمرنوا كويس جدا ومجتهدين، وما شاء الله انت شايف كانوا بيلعبوا ما لعبوش برضه، كانت روحهم كويسه وما شاء الله عليهم. طب حماده هاخد اخر تليفون خلاص واختم الحلقه. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. مساء النور، مين معايا؟ احنا عايزين نكمل برنامج بعد انت على الهوا، انت على الهوا. طيب مين معايا؟ يمنى الأباني. ازيك يا يمنى؟ معاكي حماده طلبه ومعاكي محمد خليفه. سريعا بسرعه عشان وقت الحلقه خلص. طيب حاضر. اهو معاكي، قولي لهم ايه؟ مساء الخير. انا اول حاجه عايزه اهني كابتن خليفه وكابتن حماده على البطوله، واهني جمهور نادي الزمالك، واحب اقول لهم الف مبروك. الله يبارك فيك. الو. الله يبارك فيكي، سامعيني. واحب اهنيهم، اصلا اهلاويه بس لعبهم ما شاء الله كان حلو قوي، والف مبروك على الدوري. وكابتن خليفه اثبت نفسه وربنا يقدم له اللي فيه الخير ان شاء الله، وكان مستحمل مع انه كانوا بيلعبوا بضغط شديد، بس الف مبروك. انا عايزه ابارك لكم والف مبروك لجمهور نادي الزمالك. بشكرك جدا وبشكرك جدا على مشاعرك الطيبه دي، مع انك اهلاويه بس بشكرك جدا. بشكرك جدا. ده كان اخر تليفون معانا في حلقتنا النهارده، وحلقتنا او احتفالنا بلعيبه نادي الزمالك النهارده للاسف انتهى. والله انا في اسئله كتير معايا وفي ناس كتير سالت حاجات كتير، ويمكن ما اتكلمناش في معظم الحاجات. كلمه بقى اخيره لجمهور نادي الزمالك. انا طبعا بشكر جمهور نادي الزمالك، والجمهور ده عظيم جدا، والجمهور ده تعب، وبقول لهم معلش احنا كنا نفسنا نفرحكم في ماتش الاهلي، بس الحمد لله قدرنا نفرحكم في البطوله. انا اللي يهمني بصراحه كان هي البطوله غايبه بقى لها 12 سنه. بقول لهم ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن. بقول لجمهور نادي الزمالك اللي هو بيحب حماده طلبه واللي ما بيحبوش انا بشكركم، واي واحد يشتم مش عاوزني في النادي انا بشكره. بقول له يا عم لو انا تقيل عليك انا ممكن امشي من بكره. وبقول لهم ان شاء الله باذن الله انتوا هتفرحوا الفتره اللي جايه ديت كلها باذن الله، وفي بطولتين جايين وفي بطولات جايه، وما شاء الله المستشار مرتضى منصور محقق لنادي الزمالك حاجه جميله جدا، وفي لعيبه على اعلى مستوى جايه في نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله يقدروا يكملوا المسيره اللعيبه اللي هي مشت كملتها بطريقه محترمه وباخلاق عاليه وبحب. يا رب اتمنى للناس اللي تكون جايه باذن الله تعرف اللي احنا حققنا البطوله بالحب مش باي حاجه، وبالاجتهاد، وتعبنا جدا. وبقول لهم الف مبروك، وان شاء الله اللي جاي احسن لجمهور نادي الزمالك. الحمد لله مبروك لجمهور نادي الزمالك. انا كان عندي حلمين، ان انا امثل نادي الزمالك لاعب درجه اولى، والحمد لله حققته. الحلم الثاني ان انا اجيب بطوله، والحمد لله حققتهم في ماتش واحد. والحلم الثالث يعني ان انا العب تحت جمهور نادي الزمالك، يعني دي الحاجه الحمد لله الوحيده. موجود الثالثه يمين تبقى موجوده والجمهور كله يكون موجود في الحلم ان شاء الله باذن الله يتحقق. يعني اتفرج على انيستا. انيستا الكره المصريه، انيستا بس انيستا وانا لا والله الجوكر نورتنا في البلاد. حبيبي يا جيمي ربنا يخليك. انا طبعا بشكرك يا جيمي، والله حلقه جميله جدا. انا اول مره في حياتي اكون موجود، بس بقول لك ان شاء الله مش تبقى اخر مره والله. صراحه اول مره، لا انا اول مره اكون موجود في برنامج وحد يخش يهاجمني بالطريقه ديت. بس مش هاجي لك تاني. بقول لك لا والله انت انسان جميل جدا. انا اول وبذكر ندى الحسيني، بقول والله العظيم انا سعيد جدا جدا
احمد الرئيس. واشكرك يا احمد جدا، وحلقه جميله جدا والله العظيم. انا والله قاعد الوقت اخدنا، انا مش عاوز امشي والله. حماده كان وهو جاي والله العظيم انا بقول له ساعه اسمي وجاني والله مش عارف ساعه مش عارف ايه، قعدنا اهو ساعتين اهو والله العظيم. انا مستمتع واقسم بالله وانا معاك يا جيمي. لو عايز نقعد والله ماشي موافق اقسم بالله. مشكلتنا ما عندناش وقت للاسف. بس انا شايف الناس عماله تنام. النادي عماله طول ما قاعده عماله تنام، وطبعا مش عاوز اقول لكم عماله تنام ازاي. بشكرك يا حماده. جمهور نادي الزمالك بيدين ليك بان انت بتسد في اي مكان بتلعب الحمد لله، ده فضل ربنا عليا. ويعني عندنا نقص في الاماكن طبعا مع رحيل عبد الشافي ومع اصابات اللعيبه ناحيه اليمين شمال، تلعب باك، تلعب بره، تلعب بره اي حته بتقول ماشي، ما بتقولش اي يعني ما بتقولش لا. جمهور نادي الزمالك اكيد بيشكرك جدا جدا حبيبي جدا, جداً يا حماده. محمد خليفه انت صاعد واعد اكيد الفتره اللي جايه باذن الله هيكون ليك مستقبل كبير جدا 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 في نادي الزمالك، ولو ما كانش ليك نصيب في الموسم اللي جاي اكيد هتطلع تستوي بره بلغه الكوره وترجع مره ثانيه تفيد نادي الزمالك. انا بشكركم جدا جدا جدا. ندى عايزه تقول لكم حاجه قبل ما نختم. اتفضل يا ندى. اتفضل. يعني طبعا انا مبسوطه جدا جدا ان معايا حماده طلبه ومحمد خليفه. طبعا اول مره يعني نتقابل اصلا مباشره. يمكن حماده طلبه فعلا مش فعلا مش كلام، استحمل كتير، تهاجم كتير جدا، كان بيلعب مصاب، احيانا كانت بتبقى الاصابه مزمنه ومع ذلك الراجل كان بيكمل. محمد شعبان نزل امبارح ادى، ما حسيناش ان محمد خليفه ما حسيناش ان محمد خليفه مش موجود او ما بيلعبش بصفه اساسيه. البطوله يمكن انا بس بحب اشكر كل لعيب وكل فرد في نادي الزمالك انه جابها تعويض. هو طبعا مش تعويض، لكن هو تحقيق لأمنية شباب كان بيحب نادي الزمالك، راح لظروف ما او ايا كان السبب مات. يعني بجد بشكركم جدا 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 ان انتوا حققتوا لهم حاجه هم فعلا كان نفسهم يشوفوها. اكيد هم حاسين بيها دلوقتي، واعتقد ان اهاليهم كمان يعني حسوا لا ان في وقت من الاوقات كنا بنهاجم اللعيبه دي بنقول لا ما يلعبوش دوري، لا هم بيشكروكم كمان انتوا لعبتوا الدوري، حققتوا امنيه ولادهم. كلهم كانوا شباب صغير، كل املهم وذنبهم في الحياه ان هم زملكاويه بجد. بجد بشكركم جدا. بشكرك يا حماده. شكرا احمد، وتحياتي لعمر صديقي. عمر معلش، عمر اهو بصراحه جاي سيء وتعبان يعني. بشكرك يا عمر حبيبي. انت بتنام، ربنا يستر بس ونوصل بالسلامه. بشكر كل جمهور نادي الزمالك اللي كان قاعد متابعنا. والنبي عاوز طلب منك طول السنه دي. قول نفسي بس اغنيه كله يرقص عشان انا هرقص دلوقتي محدش هيشوفني. هتبقى معانا كله يرقص. بس كل الناس اللي كانت قاعده متابعانا وقاعده مستنيانا، استنونا بكره ان شاء الله في حلقه كبيره جدا من زمالك، من ايه؟ ذكريات زملكاوي مع مدحت عبد الهادي ان شاء الله. مبروك يا زملكاويه، تصبحوا على خير حبيبي. ربنا يخليك. ابطال الدوري هم ابطال الدوري هم